هو انت الرزاق ولا ربنا؟ ماتت فبس مباشر. حياة البشر مش ترند. هو احنا ليه دايما عايزين نروح نلوم الضحية؟ احنا في احسن الاحوال عندنا 0.8 دكتور لكل 100,000 مواطن. قلت كام في المية من الناس عندهم مشاكل نفسية؟ حاجة 60%. وبلد زي مصر 65 مليون واحد. الطب النفسي بيتصرف عليه 2% من ميزانية الصحة اصلا قليلة. هل الداتا دي بتخوفك؟ طبعا بسبب منتال هيلث ايشو بنفقد حوالي 70 مليون يوم عمل في السنة. 70 مليون؟ 1 trillion dollars. The majority of people are struggling in silence. I'm struggling in silence. You are struggling in silence. اللي معانا في الأوضة are struggling in silence. وفي ناس بتشوف إن طلب مساعدة ضعف. وعندنا وصمة عار من الصحة النفسية فبنمنع الناس إن هم يعبروا عن ده. أكتر المستخدمين لخدمات الطب النفسي ينتموا إلى الطبقة المتوسطة. واحنا ليه بنمثل على بعض؟ هو بيقول لك أصل أنا بعمل personal branding. رسمنا صورة زائفة عن ريادة الأعمال. هذه الصورة جابت لناس إحباط شديد للغاية. أنا ثقافة تأليه الناس. ده بني آدم حقيقي. اللي احنا بنشوفه غير كده ده مش حقيقي. ما هو في نص تاني بيقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لو حد ما يعرفكش، لو حد ما يعرفش محمد علاء، مين محمد علاء؟ بص السؤال ده مشهور قوي. دايما الناس بتسأل who are you يعني أو أنت مين. واحنا للأسف اتعودنا من واحنا صغيرين خصوصا في الجامعة ان احنا طريقة تعريفنا بنفسنا هي طريقة معتمدة على الفورماتنج. وده اللي كمل على لينكد ان. صح. فانت مين دايما؟ اسمك محمد علاء، اتخرجت من الجامعة الأمريكية، السي او بتاع شازلونج، السكرتاري جنرال بتاع Egyptian Chinese Business Association، وهنفضل نكر الليبلز المعروفة. بالظبط. واصل انا ودلوقتي بتعلم في هارفارد. بس في الاخر is this really who are you؟ لو الاجابه تبقى مشكله كبيره. لانه لو احنا تعرفنا نفسنا هو احنا بنعمل ايه في حياتنا او اتعلمنا ايه او اسمنا ايه، يبقى احنا فقدنا المعنى الحقيقي لكوننا بني ادمين. انا بشوف الانسان هو كور الحياه، وبناء عليه لما حد بيقول لي انت مين، انا انسان في الاول ومصري، ودي حاجه بفتخر بيها جدا، وعندي طموح كبير، نفسي اعمل حاجه كبيره لبلدي وللإنسانية. This is who am I. اوكي. طيب وانت حاليا دلوقتي عامل ايه؟ excited. اوكي. لأنه بتكلم عن حاجة بحبها، بتكلم عن حاجة نفسي الناس تسمعها. هنناقش موضوعات مختلفة أعتقد بتمس البني آدمين، ودي حاجة أنا بحب أعملها. اوكي. طيب من فترة حلوة انت كتبت بوست على لينكدين. كان البوست ده بيتكلم على واحدة اسمها بسنت ماتت فبس مباشر قدام مصر كلها ناس تانية كتير. انت الموضوع ده حسيت بإيه من ناحيته؟ شوف الانتحار دايما في 3 aspects، وده ديسكليمر لازم اعمله. في aspect طبي بحت وده لازم يتكلم فيه دكتور نفسي، انا مش دكتور. وفي aspect ليه علاقة بالسايكولوجي وده بيتكلم عليه سايكولوجيست وانا مش سايكولوجيست. وفي aspect بنسميه سوسيو ايكونوميك او الاسبكت السوشيال يعني اللي ليه علاقة بحياتنا كبني ادمين. يعني احنا في شازلونج عادة الماركتنج تيم بيقعد يتخانق معايا مع كل كيس انه يلا دي فرصة كويسة قوي، الناس كلها بتتكلم يلا احنا كمان نتكلم. وانا عادة برفض طول الوقت. يعني احنا في كل الكيسز السابقة عمرنا ما كتبنا، لان انا بقول لهم حياة البشر مش ترند هيعدي وخلاص، مش حاجة تتاجر بيها يعني. مظبوط. الكيس دي بالذات was very deep. والحقيقة ان اللي خلاني اكتب ان الكيس دي كانت قبل الجمعة بكام يوم، ودخلت الجامع ولقيت الشيخ كالعادة بيتكلم عن الانتحار والمنتحر كافر وهذه كبيرة من الكبائر وهكذا. ولقيت الناس كلها بتتكلم في سياقات مختلفة وبيحصل ديبيت كبير قوي مين مع ومين ضد. اللي عايز يستغل ده عشان يهاجم الدولة ان هي ما بتحطش mental health services كويسة، اللي عايز يستغل ده من منظور ديني عشان يبروموت التوجه الديني بتاعه، اللي عايز يستغل ده من منظور رجالة versus ستات. فكل واحد ساب القضية الحقيقية ان في حياة شخص راحت ومسك فيه مصلحته الشخصية او ما يعود عليه او الفئة اللي هو بيمثلها من نفع. حقيقة ان واحد ينهي حياته دي حاجة كبيرة قوي. وناس كتير قوي بتستدل بالآية بتاعت انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا.
او جميعا عشان نبقى بنقرا القران صح يعني. انما انا بستغرب دايما، وده الاحساس اللي جالي في الجامع وانا بسمع الخطبه، ان هو احنا ليه بنقف هنا؟ ما هو في نص تاني بيقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. واحنا دورنا كمجتمع وكمؤسسات ان نحيي هذه الروح. اللي انتحر في بث مباشر هو كان عايز يسيب رساله للمجتمع كلها ألم. اللي ناس مش عارفاه انه المنتحر مش بينتحر عشان عايز يموت، المنتحر بينتحر عشان هو عنده ألم شديد جدا وعايز اي طريقه تخلصه من هذا الألم، حتى لو الطريقه دي ان هو ينهي حياته. فالهدف في الحقيقه مش ان هو يموت نفسه، الهدف في الحقيقه ان هو ينهي هذا الألم اللي هو بيشعر بيه. فلما جيت كتبت بوست، انا كتبته من منطلق انه هو احنا ليه دايما عايزين نروح نلوم الضحيه؟ وده مبدأ موجود في مجتمعنا. لو واحده تم التحرش بيها، اول حاجه هي لابسه ايه وايه وداها هناك ونازله متاخر ليه. فبرضو احنا بنجري على المنتحر. انا شايف ان احنا بنبرر كل هذه الاسباب عشان احنا كمجتمع نريح دماغنا، ما نواجهش نفسنا، ما نسالش نفسنا الاسئله الحقيقيه. يعني احنا حاسس ان احنا بنهرب من بنهرب من الحقيقة. الواقع طبعا. ليه؟ احنا عايزين نقول عليها كفره، وعايزين نقول عليها انها ارتكبت كبيره، وعايزين نقول عليها ان هي انهت حياتها ودي اعظم حاجه في ربنا بيديها للانسان، وعايزين نقول عليها كذا وكذا وكذا. بس احنا مش عايزين نقول هل احنا اصلا اديناها وغيرها المساحه الامنه ان هي تعبر عن المها؟ هل عندنا قوانين بتحميها من اي عنف هي بتتعرض له؟ هل عندنا اكسس لخدمات الصحه النفسيه فهي واللي زيها يقدر بسهوله يروح يتكلم عن المعاناه بتاعته؟ هل احنا عندنا وصم وعندنا وصمه عار من الصحه النفسيه فبنمنع الناس ان هم يعبروا عن ده؟ فهي شافت ان هي تنتحر ده احسن لها كتير قوي من ان هي يتقال عليها مجنونه او يتقال عليها ان هي راحت لدكتور نفسي. هل احنا عندنا الانفراستراكشر اللي تخلي البني ادم اللي موجوع يعرف يروح فين ويتكلم مع مين وايه حقوقه ويعرف يعمل كده ازاي، ولو معهوش فلوس يعرف يعمل كده ولا ما يعملش، وهكذا. طب هل احنا عندنا الحاجات دي اصلا؟ ممكن مش اسهل سؤال، بس كان ايه اللي ممكن لو موجود كان قصة بسنت دي وقصص تانية كتير زيها اكيد ما تحصلش؟ ان يبقى عندنا توعية حقيقية م. ان الصحة النفسية دي حق من حقوق الانسان، ان الصحة النفسية دي او خدمات الصحة النفسية دي لا تختلف ابدا عن خدمات الصحة الجسدية. فان رجلك تتكسر زي بالظبط ان انت يبقى عندك اكتئاب او عندك انكزايتي قلق او عندك بيرن اوت من الشغل بتاعك. ان احنا كمجتمع يبقى عندنا وعي اكبر بانه مريض الصحة النفسية ده ما فيش اي وصمة تخص هذا الموضوع ما فيهوش اي نوع من انواع انك تخبي راسك في الرمل وهكذا. بس برضو انا عايز اقول لك هنا حاجه مهمه قوي. انا من اكتر الحاجات يعني اللي بسطت بيها في حياتي وادتني خبره كبيره، اشتغلت مع عمرو موسى كويس. هو ملخص تجربه تعليمي معاه 3 حاجات، 3 كلمات: الطموح، الجديه، والرشاقه. الرياكشن اللي حصل بعد حادثه بسنت بيقول ان احنا ما عندناش ال3 حاجات دول. ليه؟ لان كل واحد حط نفسه في الديفense مود. فطلعت مثلا وزارة الصحة احنا عندنا خط ساخن تقدر تكلمه عشان خاطر لو عندك افكار انتحارية. اهلا وسهلا. خط ساخن ده بيرد عليه كام واحد؟ بيكلمه كام واحد؟ الداتا دي موجودة؟ ايه؟ الداتا دي موجودة تعرف؟ لا طبعا مش موجودة. بس مثلا الوزارة عندها ويب سايت، وده عمل حميد، وانا بقول كده على فكرة وانا كتبت ده في البوست. حتى انا بقول ده وانا عارف كويس قوي ان دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ده هو اكتر وزير صحة في تاريخ مصر اهتم بالصحة النفسية في تاريخنا. بس النهاردة انا لازم، ودي فكرة الرشادة، انه لازم انظر ما وراء الارقام. انا عندي ويب سايت بتاع الامانة العامة، في اقصى تقدير لما انا بخش على الويب سايت بلاقي 10 دكاترة. طب هل مصر هتجيت سيرفت ب 10 دكاترة؟ طب عندهم كام ميعاد؟ طب اتعمل له بروموشن فين؟ مين يعرف اصلا ان مصر عندها ويب سايت تقدر تخش تاخد عليه جلسة ببلاش؟ طب الخط الساخن سواء بتاع الهلال الاحمر او وزارة الصحة او الامانة العامة او القومي للمرأة، كل دي يعني خطوات حميدة جدا 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 ان هي بتحصل. بس هو شغال ولا مش شغال؟ بيجي له كام مكالمة؟ المكالمات دي الداتا بتاعتها شكلها عامل ازاي؟ طب ايه البرو اكتيف اكشن اللي احنا نقدر ناخده قدام؟ فعشان نحل مشكلة بسنت مش ان احنا نطلع ندافع ونقول احنا عندنا هوت لاينز وعندنا ويب سايتس، لا، هو ان احنا نحل الموضوع بحاجه حقيقي. وعشان كده انا في بوست لو انت لاحظت انا طرحت الاسئله الحقيقيه. هو احنا عندنا كام دكتور نفسي في مصر؟ عندنا كام معالج نفسي في مصر؟ عندنا كام دكتور نفسي في مصر طبعا؟ عندنا يعني في احسن الاحوال 100 وحاجه مليون شخص صح؟
بالظبط. مصر. احنا في احسن الاحوال عندنا 0.8 دكتور لكل 100,000 مواطن. 0.86. 0.86 سايكولوجيست، 0.82 دكتور، و5 لو احنا حطينا عليهم السوشيال وركرز والاخصائيين الاجتماعيين وكده. عندك 5 لكل 100,000. هو ده الوضع. طب الناس دي بقى اصلا مدربه ولا مش مدربه؟ طبعا الدكتور ده خلاص ده دخل كليه الطب ودرس وخرج وعنده نقابه وكده. طب السايكولوجيست ده بيبقى خريج سايكولوجي من اي جامعه خاصه لو احنا عندنا، او خريج اداب علم نفس وبيعمل ماجستير، وبعد كده في بروسيجرز عشان ياخد الترخيص. طيب اولا الترخيص ده كام واحد بياخده في مصر؟ العدد قليل. طيب بقى اللي معاه ترخيص ولا معهوش ترخيص مين بيشرف عليه بحقه حقيقي؟ فهتلاقي شغلانه فيها دجل بقى، ناس كتير قوي مش متخصصه، اللي راح خد دبلومه اسمها ارشاد مش عارف ايه، واللي راح خد دبلومه شكلها ايه بقى معالج نفسي، وبقى بيقابل الناس وبقى بيتكلم معاهم، فاصبح يدمر حياتهم اكتر ما هو بيفيدهم. خلاص. فدي ارقامنا. عندنا كام مستشفى طب نفسي في مصر؟ طب المستشفيات دي في المدن الكبيره جدا ومستشفيات الجامعيه ممكن ما عنديش حصر يعني، بس انا عارف اسكندريه فيها مستشفى كبيره، القاهره ممكن فيها 3 مستشفيات متخصصه كبيره، مستشفيات الجامعيه فيها. طب القرى والنجوع شكلها عامل ازاي؟ اللي هي احنا المفروض بنخدمها بيه اللي احنا بنسميه طب الاسره او الوحده الصحيه، هل دي فيها دكتور نفسي ولا لا؟ انا مره كنت في وحده صحيه لقيت دكتوره بتاعت علاج طبيعي هي اللي قاعده بتعمل ارشاد نفسي عشان عدد الدكاتره قليل، فهم ادوها نوع من انواع التدريب، قالت لي يعني وقتها 3 ايام وقعدت هي اللي بتعالج الناس. طب هل ده اللي احنا المفروض نوصل له؟ طب التكنولوجيا ممكن تلعب دور ولا مش ممكن تلعب دور؟ التشريعات عندنا قوانين وهنعمل وهنسوي، طيب هل التشريعات اللي موجوده دي احنا لحد النهارده اصلا هل عندنا تشريع للتيلي هيلث او للطب عن طريق الانترنت؟ تيلي ميديسن ما عندناش، ومتاخرين عن بقيه الدول حتى اللي جنبنا وهكذا. ففي مجهود اتبذل في الوزير عنده اهتمام غير عادي، وانا شفته في اماكن كتير جدا، منها مثلا مؤسسه فاهم اللي عملتها السفيره نبيله مكرم وهو بيتكلم، وهي اشتغلت معاه بصراحه كتير جدا، وابتدينا نعمل حاجات لها علاقه بمستشفى العباسيه وغيرها من المستشفيات وكده. بس طريق لسه طويل قوي قوي قوي، محتاج مننا مجهود اكبر، ومحتاج ان احنا مع كل حادثه ما نبقاش كل تفكيرنا اما ان احنا ندافع عن موقفنا او ان احنا ناخد اللقطه ونطلع نقول احنا وهنعمل استجواب للوزير، وهتعمل استجواب للوزير وما يجي مجلس الشعب هيعمل ايه يعني؟ هو انت اصلا بتدي للوزير ميزانيه شكلها عامل ازاي؟ بتاعت الصحه. الطب النفسي بيتصرف عليه 2% من ميزانيه الصحه اللي هي اصلا قليله. يعني تعال نقول في بلاد العالم متقدمه اكتر الطب النفسي بيتصرف عليه 5%. 5%. انا بكلمك على دبل يعني. هو مش كتير بس طبعا، بس في الاخر انا بكلمك على اكبر دول في العالم بتصرف 5% من اللي بيروح للصحه، واللي بيروح للصحه النهارده اصلا في العالم من الميزانيه اصلا مش كتير. فاهم قصدي؟ ففي الاخر يعني لو احنا عايزين نتكلم بجد، وهي دي الجديه اللي انا كنت بقول لك عليها، عشان نحل الموضوع يبقى الطريق اللي لازم نمشي فيه مختلف تماما 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 عن اللي بيحصل لما واحد بينتحر ونقعد نكتب شويه بوستات ونطلع في التلفزيونات نتكلم، ثم النهارده ولا حد فاكر الموضوع ولا حد بيتكلم عنه ولا حد هيعمل عليه فولو اب. والطريق الطويل ده زي ما قلت لك في عناصر كتير، منها التوعيه، منها الدراما، منها الاعلام. احنا عندنا كام برنامج بيتكلم اصلا عن الصحه النفسيه في التلفزيونات بتاعتنا؟ عندنا كام بودكاست بيتكلم عن الصحه النفسيه؟ عندنا كام مسلسل بيتكلم عن الموضوع؟ بس تاني عشان ما نكرش، الوضع احسن من زمان كتير، لان احنا كنا في مرحله ان الدكتور النفسي بتاع انا مش قصير قزع انا طويل واهبل، اللي عملته استاذه مريم نعوم وكريم شناوي وامينه خليل، زي خلي بالك من زيزي وزي الهرشه السبعه، اللي بيناقش قضايا اللي لها علاقه بالطب النفسي بحقه حقيقي وبشكل محترم وبشكل يرفع التوعيه عند الناس. طب لو حصل كيس زي قصه بسنت دي في بلد بره، التعامل معاها بيكون عامل ازاي؟ ايه الاختلاف اللي بيحصل هناك عن المعامله بتاعتنا؟ الانتحار حاجه موجوده في كل العالم ومنتشره وبتزيد اصلا مع الوقت. كل بلد على حسب ثقافتها يعني. تاني في بلاد زي بلادنا هو الدين اصل من اصولها الكبير، فدايما هيبقى فيه ديبيت ديني عن الموضوع، هي كافره ولا مش كافره. بس انت حاسس ان عمر ده هيتغير؟ يعني انا افكر فيها، انا دايما بحس ان هو المصريين مهما حصل هيحصل حاجه زي كده، هيحصل اي حاجه تانية، دايما هيبصوا لها بمنظور اللي هو الشخص ده هو اللي غلط، الشخص ده المفروض ما ينتحرش، الشخص ده المفروض ما كانتش تلبس كده. مش حاسس المصريين اتغيروا. طيب خلينا بقى نتكلم في الموضوع ده. انا مش راجل دين يعني، ومش بحبش افتي في ولا انا الدين. برضه في الاخر يعني في فتاوى رسميه وفي دار افتاء وفي الازهر الشريف هو اللي بيتكلم في هذا الموضوع، ولكن اللي انا عارفه ان الفتوى
بتتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال والاشخاص. كويس. فانا كلمت دكتور محمد الشيخ، هو تشيف ميديكال اوفيسر بتاع شيزلونج. اول ما خرجت من خطبه لسه بتكلم معاه، قال لي انا والخطبه. فسالنا نفسنا سؤال: انت النهارده عشان تحكم على شخص ان هو كافر او ارتكب كبيره لازم يبقى في كامل قواه العقليه مع اتخاذ هذا القرار، صح؟ لانه في حكم الشرع برضو، وده اللي احنا اتعلمناه، انه الانسان اذا ذهب عقله وهو غير مسؤول عن تصرفاته وغير محاسب. طيب هو مين اللي يقدر يحكم ان الشخص ده في الوقت ده كان مسؤول عن تصرفاته ولا لا؟ ده حكم ينتج عن طبيب نفسي، صح؟ يبقى احنا النهارده لابد ان احنا نبقى فاهمين ان رجل الدين لوحده محتاج جنبه المتخصص، عشان هما الاثنين مع بعض يدرسوا الحاله، ولا ده لوحده يقدر يقول ولا ده لوحده يقدر يقول. طب الحاجه الثانيه ايه؟ انه تاني ده نوع من انواع الاستسهال. يعني ايه؟ يعني ان احنا بنحاول نحل الموضوع بسياسه الردع. فانا عندي تصور ما ان انا لما اطلع اقول ان هو كافر فالناس هتخاف من الكفر فهتبطل تنتحر. طب احنا بنقول ان المنتحر كافر بقالنا سنين طويله جدا، هل الناس بطلت تنتحر؟ مش هيحصل. اللي المفروض يحصل وده بيحصل في المجتمعات الاخرى ان احنا مره تانية نتعامل مع الامر بجديه ونشوف ازاي نحل الموضوع من جذوره. خلاص. انا ما بقولش ان هو مش كافر، تاني ده راي شرعي بحت يتكلم فيه العلماء. انما اللي انا اقدر اقوله انه الحل مش فقط الردع، حتى لو احنا عايزين نستخدم الردع اهلا وسهلا، بس ده مش حل لوحده. الحل تاني ان احنا نسال اسئله مظبوطه اللي هي هنقدم لهم خدمات صحه نفسيه شكلها عامل ازاي، هتبقى الخدمات دي رخيصه الثمن ولا غاليه الناس كلها مش عارفه تاخدها، هنوصلها لكل الناس ازاي، هنعمل توعيه في المجتمع شكله عامل ازاي علشان نوصل لمرحله انه لما حد يمر بازمه نفسيه يروح يتكلم مع الدكتور، فنتجنب ان احنا نصل لمرحله ان هذا الشخص من تراكم هذه الضغوطات يصل الى مرحله الانتحار. طب انت حاسس ان وجود شركات زي شركتك زي شيزلونج، هل تفتكر دي اثرت في ناس بطريقه ايجابيه ان هي منعت ناس من الانتحار؟ او تعرف يعني لو عندكم داتا بتقول حاجات زي كده، وجود more channels بتقلعوا الناس ان هم يوصلوا لاطباء نفسيين ان هم يتكلموا، هل ده ساعد؟ طبعا احنا عندنا الاف من الاشخاص بيتكلموا على بلاتفورم كل شهر. طيب الالاف دول لما كانوش يتكلموا كان شكلهم عامل ازاي؟ عندنا يعني كيس انا دايما فخور بيها، كانت شخص سوري، من الكلام ده من حوالي 4-5 سنين يعني، ولقيتها بعت لي رساله شكر طويله جدا 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 بتقول فيها انه انا كنت تحت القصف تحت النار في مخيم لاجئين مش لاقي حاجه في الحياه، ولولا الدكتور النفسي اللي انا كنت بتكلم معاه على شيزلونج كان زماني انتحرت النهارده او قررت ان انا انهي حياتي. رسائل كتير بتجيلي على انه لولا شيزلونج انا كنت انفصلت عن مراتي او طلقت مراتي. ودايما انا باخد سكرين شوت بشيل اسم الشخص يعني وبحط ده وبقول انه for those people we wake up every morning. لانه لو احنا كل اللي عملناه مش كشركه، لو انا كمحمد رحت قابلت ربنا وكل اللي عملته ان انا منعت بني ادم ان هو ينهي حياته او ان انا حافظت على اسره تكمل، ده كفايه جدا. اوكي. طب الصحه النفسيه مش دايما الضرر بتاعها الانتحار، مش دايما بتليد الانتحار، بس ممكن تليد لحاجات تانية وحشه برضه كتير. في ناس كتيره مش مبسوطه مش مرتاحه، زي ما انت قلت انا عجبتني الجمله اللي هو بيعانوا في صمت struggling in silence. اعتقد يعني في برسنتج كبير قوي، انت كنت اعتقد قلت كام في المية في رايك من الناس عندهم مشاكل نفسيه في مصر على الاقل او في العالم؟ شوف العالم بيقولوا 35%. 35% اللي هو مش نسبه صغيره. بالظبط. في مسح بيقولوا ان هو يعني بيراج ان هو دي واحده من مشاكلنا الكبيره ان احنا عندناش دايما معلومات، عندنا نقص معلومات يعني. بس بيقولوا في مسح عملته WHO مع الامانه العامه للصحه النفسيه في وزاره الصحه بيتكلموا على حاجه 20%. بس اللي انا عايز اقوله بس الارقام دي بتتكلم على ناس عندهم مرض نفسي بيعانوا من مرض، يعني وصلوا الى الحاله المرضيه التي تستوجب التدخل العلاجي. طيب كم عدد الناس اللي بيعانوا من مشاكل نفسيه مش اضطرابات نفسيه او امراض نفسيه؟ يعني الاحصائيات بتقول في احسن تقدير حاجه 60%. يعني بنتكلم على بلد زي مصر 65 مليون واحد. ف all people او the majority of people are struggling in silence. This is the truth. وانا متاكد انه انا I'm struggling in silence, you are struggling in silence, اللي معانا في الاوضه are struggling in silence. لو احنا بنحسب على الاوضه دي انا ممكن اقول نسبه ممكن تبقى 100%. لو احنا حسبنا على محيط اسرتنا نسبه مش هتقل عن 80-90%. لو شفنا اصدقائنا نفس الكلام. فلا طبعا ارقام كبيره جدا. دي حاجه تخوف عامه يعني، بس هي تخوف، بس لو لك حاجه اللي هي
بطريقه او باخرى بتجاستيفاي اللي انت بتشوفه في الشارع المصري او في العالم عامه، ان هو مظبوط. برضو اللاك اوف فكره الامباثي او ان انت تتعاطف مع الناس تانية. حتى لما تبص على الناس في الشارع ماشيين واحد يتعصب على التاني، هو دايما في حاجه في ظهر الموضوع، تحس ان دايما في an underlying reason اللي هو ممكن يكون الشخص بيمر بحاجه، فحاجه صغيره قوي تحصل في الشارع، حاجه صغيره تحصل مع شخص بيحبه، الانفعال، طريقه الرد في الموضوع ده بتكونش عاده، بيكون عارف اللي هي يقول لك it's an over exaggeration او disproportionate response. يس. اعتقد كتير قوي اننا بنعمل كده في وقت من الاوقات، بس ده برضو انت بتتكلم حاجه و60%، حاجه و60 مليون شخص في مصر عنده المشكله دي، واحنا اكيد عندنا لانه 0.8 لكل 100,000 شخص. طبعا، لانه خلي بالك من حاجه مهمه لازم نحطها في عين الاعتبار. احنا مش بنمر بحاجات بسيطه. يعني النهارده مثلا على سبيل المثال لقيت حد مره بيكلمني، يعني بيقول لي انا بقى عندي ويلنس ريزيلينس. بقول له ليه؟ بقول لي كان وقت احداث حرب غزه، يعني بيقول لي يعني في الاول كنت بتاثر قوي باشكال الاطفال وهم بيموتوا كده، بس دلوقتي يعني بقيت بشوفهم عادي. قلت له ويلكم تو ذا كلاب. انت كده بقى عندك مشكله نفسيه. ما احنا لو اعتدنا القتل، اعتدنا صور الدمار، اعتدنا العزله، ودي حاجه اتعودنا عليها من وقت كورونا، اعتدنا التخريب، اعتدنا ان احنا نشوف اطفال بتموت من الجوع في افريقيا، اعتدنا حاجات كتير قوي هي قاعده بتبني جوانا مشاكل نفسيه واحنا مش حاسين. وانا متاكد انه بعد سنين من النهارده هيظهر ابحاث علميه تتكلم على افكت اوف، بس احنا عشان بقينا عالم راس مالي بنهتم بالاقتصاد اكتر حاجه، فكله مركز قوي على افكت اوف كورونا على الاقتصاد وحصل ايه في السبلاي تشين وهنتجنب ده قدام، بس افكت اوف كورونا على البشر والبني ادمين انا متاكد ان لما بجد يطلع ابحاث محترمه هنشوف يعني مهازل. افكت الحروب اللي حوالينا دي كلها وتاثيراتها على البشر وتاثيراتها الاقتصاديه هنشوف مهازل طبعا. ف ايوه الارقام كبيره، ولكن الامل ايضا كبير للغايه. ليه؟ لانه نفس السبب اللي انت قلته. على قد ما احنا شعوب عاطفيه والدين بيمثل جزء كبير من حياتنا، انا دايما بقول انه الخروج من الازمات النفسيه هو محتاج كولكتيف اكشن. يعني الجامع بيلعب فيه دور، والكنيسه بتلعب فيه دور، والدكتور النفسي بيلعب فيه دور، والاهل بيلعبوا فيه دور، والمدرسه بتلعب دور، والجامعه بتلعب دور، والتوعيه بتلعب دور، والاعلام بيلعب دور، والتمثيل يعني او الافلام والمسلسلات بتلعب دور اللي هي الدراما وغيرها. فكلنا عندنا ادوار مختلفه نقدر نقوم بيها عشان نساعد بعض ونتحرك لقدام. طب هل شفتوا من اللي شفته في الداتا بتاعتك ان انتم يعني اي ثينك عندكم، صلحني لو غلط، يعني مئات الالاف من اليوزرز على البلاتفورم، فدي داتا سيت ما شاء الله، اعتقد في رايي اكيد او في راي ناس ثانيه ان هي من اهم الداتا سيتس في يعني في مصر على الاقل. هل انت شفتوا في فرق مثلا ما بين حالات الاكتئاب او المشاكل النفسيه في الرجاله فيرسس الستات، او في طبقات متوسطه على طبقات اعلى او الطبقه العامله؟ بتفرق الحاجات دي في الحالات النفسيه، ولا فعلا كله يعني انت لو بتقبض 100 مليون جنيه او اللي انت بتقبض 100 جنيه مفيش فرق، ممكن نفس الناس يبقى عندهم نفس المشاكل؟ طيب ده سؤال برضو حلو قوي. المرض النفسي على حسب، يعني طبعا انا بحب اتكلم مع دكاتره كتير قوي، احنا بنشتغل مع عدد كبير من الدكاتره يعني. وكنت قبل ما اجي حتى بتكلم مع دكتور محمد، احنا دايما بينا ديبيت هل الفقر مثلا يؤدي الى مرض نفسي. فهو علمني حاجه انا دايما ببص من هذا المنظور. قال لي ان المرض النفسي هو ناتج عن تغير في كيمياء المخ داخل الانسان. اوكي كويس. كيمستري بالظبط. اوكي. فليس له ادنى علاقه بالطبقه الاجتماعيه وبالغنى والفقر وبان انت بتشتغل ولا ما بتشتغلش، ولكن بس مش ممكن الحاجات اللي هي بتحصل في النص دي، ان انت لو انت زي ما انت قلت زي الفقر او حاجه زي كده انت بتتعرض لضغوط اكتر مثلا، فده اللي بيخلي الكيمياء تتغير؟ انا بكلمك كشخص مش فاهم. ممكن، بس هو we can say it's a factor. اوكي. بس اقدر اطلع اقول ان الفقر يسبب المرض النفسي؟ طب ما في ناس فقراء ما عندهاش مرض نفسي، وفي ناس اغنياء عندها مرض نفسي. يبقى الريليشن شيب ما بين الفقر والمرض النفسي لن يستقيم لو احنا طلعنا كده في المطلق قلنا ان الفقر يؤدي الى مرض النفسي، زي ما بيقولوا دايما الفقر يؤدي الى التطرف والارهاب. طب ما في ارهابيين اغنياء جدا. اشهر ارهابي في العالم كان عنده فلوس كتير وعنده شركات، صح؟ فلا العلاقه دي مش باينه كده. طيب ما يدعو الى الفخر بقى؟ انا ما اقدرش اقول لك المرض النفسي بيأثر على ده، بس اقدر اقول لك بقى الطبقات المختلفه بترياكت ازاي. اوكي. اكتر المستخدمين لخدمات الطب النفسي ينتموا الى الطبقه المتوسطه، اللي احنا ربما ندعي دول ما عندهمش توعيه، ما عندهمش تعليم. الناس البسيطه اشمعنى؟ عشان هم عندهم وعي اكبر بكتير.
فعلا. ليه بقى؟ علشان الناس، ارجع لاول سؤال انت سالته لي، قلت لي انت مين، صح؟ هو ار يو. احنا عندنا مشكله، احنا ربطنا نفسنا بمستوانا الاجتماعي والبيت اللي عايشين فيه والعربيه اللي راكبينها والفلوس اللي بنعملها والشركات اللي بنديرها. فلما ده كله بيحصل وضيف عليهم بقى ان انا راجل، ودي هاجي لها بعد شويه، ده بيحصل بيخلق ايه؟ جاردز وهميه عند الانسان. انا جامد قوي، الدكتور نفسي ايه اللي اروح له يا ابني؟ ده انا غني ومبسوط وبسافر العالم كله وراكب عربيه كويسه، اروح انا للدكتور نفسي ليه؟ لا انا بس ما مفيش حته برضو ان هو دايما في مش عايز اقول لي في مصر بس او في البلاد العربيه بس، برضو هي اعتقد هي اكبر في مصر، حته الاستجمة او حته القلق من منظور نظره الناس اليك لو انت بتروح دكتور نفسي. الحته دي اعتقد كانت اكبر زمان، يعني ممكن كويس. نقول من 10 20 سنه، بس هي لسه موجوده دلوقتي. واتغلبنا عليها ازاي بقى؟ ان احنا قلبناها ان هي حاجه كول. ف it's very cool to say I'm going to a therapist. بس بحس دي في الطبقه الاعلى مش بالظبط. طبعا، ما عشان كده بقول لك the real people who are going to therapy هي الطبقه المتوسطه، وهم دول الناس اللي احنا بنشوفهم كماجوريتي سواء في شيزلونج وبنشوفهم في العيادات والمستشفيات. الطبقه الثانيه اللي هي الطبقات الاعلى، اولا اقل، ثانيا نبيله مكرم تحكي قصه مشهوره جدا ان في حد في الطبقات العليا ابنه كان عنده مرض نفسي، حبسوه في اوضه في البيت عشان الناس ما تشوفوش ويتكلموا على الاسره بشكل مش كويس، او اخته ما تتجوزش او اخوها ما يتجوزش. هو ده التفكير اللي موجود للاسف الشديد. خلاص. الرجاله بقى احنا متربيين واحنا صغيرين، الراجل ما بيعبرش عن مشاعره، الراجل ما بيعيطش، الراجل استرجل يلا ووشف كده واجمد كده، ده البيت كله معتمد عليك وهكذا. طب انت متوقع ان هذا الشخص لما يكبر ان شاء الله ويحصل له مشكله هيروح دكتور نفسي؟ فهتلاقي مثلا انه في العالم وفي مصر بشكل اكبر كمان عدد الستات اللي بيروحوا لخدمات الطب النفسي بيمثلوا من 65 ل 75%، والرجاله ما بتروحش. والنسبه الاكبر الناس اللي عندهم مشاكل نفسيه، لو قلت من ال 65 مليون دول، الاحتماليه الاكبر ان الرجاله يكونوا اكتر ولا؟ لا على حسب لا هو ما فيش رجاله وستات في مرض نفسي، على حسب، انا ما اعرفش التنوع اللي في مصر ستات فيرسز رجاله كام لكام، بس هو هتلاقيه نفس التنوع تقريبا اولموست يعني. بس ما فيش حاجه، عشان كنت بقرا ستاتس وكده ان بتتكلم ان هو الرجاله عشان اصلا مش عارفين يتكلموا اكتر، او مش بيروحوا يحاولوا يعالجوا نفسهم عشان برضو اللي هو الستيجما اللي موجوده، عاده بيكونوا هم اكتر ناس اللي هو زي ما انت قلت بيعانوا في صمت او بيستراجلوا في سايلنس اكتر من الستات. لا مش بس بيستراجل في سايلنس بقى، كمان ده بيأثر بقى على حواليه. فتلاقي نسب الطلاق زي الصاروخ. ده بسبب المرض النفسي اكيد، بسبب مشاكل نفسيه اكيد. مشاكلنا في التربيه اللي احنا اتربيناها. طب هذا الاب بقى اللي بيستراجل ان سايلنس ده ومتعود انه ما ينفعش يشتكي، ما هو مشكله قائمه. طيب ده هيربي ولاده ازاي؟ طب هيطلع ولاد شكلهم عامل ازاي؟ فاحنا بنعمل ايه؟ ولا حاجه بجد. بنذهب الى وضع ربما يكون اسوأ. الامل الحلو قوي اللي موجود في الموضوع ده ان الجنريشن الجديد اللي هو بيسموه جين زي، اللي الناس كلها بتتريق عليه، وانا من وجهة نظري يعني شايفه جنريشن اعظم كثيرا من الجنريشن بتاعنا. لا عندهم وعي غير طبيعي وبيستخدموا السيرفيس دي بشكل غير مسبوق، وعندهم وعي ان صحتهم النفسيه بقت حاجه مهمه. والنهارده لما بيجوا عندك الشركه عشان يشتغلوا موظفين بقوا بيهتموا جدا باجازاتهم شكلها عامل ازاي، والوركينج اورز شكلها عامل ازاي، والفاسيلتيز شكلها عامل ازاي، وهكذا. الوعي والتعليم هما الحل الرئيسي علشان يبقى عندنا مجتمع عنده صحة نفسية أحسن، وبالتالي مجتمع نفسه شكله أحسن. ممكن. طب ما اللي انت بتقوله كده ان هو جنزي مهتمين اكتر بالصحة النفسية، طيب هل بتشوف في تفاوت او حاجة ما بين تعال نقول اللي هو الادلتس، اللي هو الناس اللي مثلا من 25 لحد 40 في رينج 40، والناس اللي اكبر تعال نقول اللي هو طلعوا على المعاش، في حاجه واحد من الاثنين دول بتحس ان هو عندهم اصلا مشاكل نفسيه اكتر من الثاني بسبب الرياليتي بتاعت حياتهم؟ او الناس بيطلعوا على المعاش مثلا بيحصل مشاكل زياده بالنسبه لهم بتاعته، ولا مفيش؟ كل فتره من فترات حياتك انت معرض لمشاكل نفسيه مختلفه. الشخص اللي بيكبر وبيطلع على المعاش بيبقى عنده فكره الوحده بتاثر عليه، هل ولاده بيسالوا عليه ولا لا، بيزوروه ولا لا. طب هو تاني who are you؟ لو انت رابط نفسك بشغلانتك، الشغلانه دي ما عادتش موجوده، you are not the CEO anymore. فدو you have اصلا self worth كبني ادم ولا ما عندكش؟ كل ده بيأثر على الناس اللي في هذه المرحله. الناس اللي في النص anxiety للصبح لانه مش عارف حروب مع اللي احنا فيه، مستقبل شكله عامل ازاي، هيحصل لي ايه، فالناس عايشه في قلق. واللي في منهم اللي وصل لمرحله الدبريشن انه فاقد الامل في المستقبل وشايف ان مفيش حاجه هتتغير ومفيش حاجه هتتصلح. صح. الرأسمالية اللي حولت البشر لمكن،
فبقينا في الشركات كلنا عندنا بيرن اوت، لان بقى في تارجت اخر الشهر وبي ان ال لازم نحققه، والانفسترز بيدوروا علينا والارقام بتاعتنا هتتحط في البورصه في اخر السنه، ولازم الشركه تكون بتكبر. وفي حاجات بقى غير منطقيه، يعني الناس عايزه الشركات مع الحروب، بالذات الستارت ابس. يعني انا دي حاجه ما بفهمش فيها الانفسترز، يعني مع الحروب والكورونا وكل ده، ويخش اجتماع يسالك يقول لك هو انتوا بتكبروش ليه؟ هو حضرتك عايش معانا في الحياه ولا انت عايش في حياه اخرى؟ فاهم قصدي؟ فكميه الضغط اللي على الناس في هذه المرحله العمريه بيؤدي الى مشاكل اخرى. طب الاقل عندهم مشاكل بقى مع اهاليهم، لها علاقه بالاثوريتي، لها علاقه بالسيطره، لها علاقه ب هل اصلا هو مفتقد ابوه وامه، هل ابوه وامه موجودين اصلا ولا قاعدين بره بيشتغلوا عشان يجيبوا فلوس ويدخلوه احسن مدرسه في العالم، وهكذا. فمع كل مرحله عمريه المشاكل النفسيه بتختلف، ولكن كل ما بننزل في المرحله العمريه بقى في وعي اكبر. فاهالينا النهارده بالنسبه لهم لحد ان الطب النفسي ده حاجه غريبه. انا حتى اهلي يعني لما بيلاقوني يعني بتكلم عن الطب النفسي وبتكلم عن ان احنا عندنا شركه بتشتغل في طب، اكيد هم مستغربين مش فاهمين ايه اللي انا بعمله ده اصلا، ودي حاجه تنفع ولا لا. اخواتي ممكن يبقى عندهم تفاهم اعلى شويه، ولادنا هيبقى عندهم تفاهم اكتر. فده تصوري يعني. اوكي. من الاكسبيرينس بتاعتي واعتقد الناس الثانيه كلها، ان عاده في الشركات في مصر، وانت كتبت في الموضوع ده واتكلمت فيه كذا مره، ان هو الشركات في مصر فكره الصحه النفسيه مش موضوع كبير قوي بالنسبه لها، يعني مش حاجه بيهتموا بيها دايركتلي. كونك انت شركه يعني بتتكلم عن الصحه النفسيه وبتركز في الصحه النفسيه وبتساعد الناس في مشاكلهم النفسيه، السؤال بقى مختلف مع الناس اللي عندك في الشركه، مع الموظفين بتوع شيزلونج، بتعمل ايه مختلف عشان تهتم بصحتهم النفسيه؟ طيب بص، الموضوع ده برضو يعني في مسكونسبشن رهيبه قوي. الناس بتخلط ما بين الصحه النفسيه وما بين عدم الالتزام وما بين الكسل ده معنى وما بين عدم الاهتمام بالاوتكمز بتاعتنا. فدايما اللي بيحصل جوه شركه شبه شركاتنا انه لو في شخص ما اداش بالشكل الكافي، مع اول كلمه تقولها يقول لك احنا في شركه بتاعت صحه نفسيه، انت ازاي تتكلم معايا كده؟ خلاص. ف يستخدموها كحجه يعني. مظبوط طبعا، بيحصل كتير. لدرجه انه في سؤال انا بتساله كتير قوي: هو ينفع الدكتور النفسي يجي له مرض نفسي؟ اكيد. دكاتره نفسيين بيواجهوا مشاكل كبيره جدا مع مراتاتهم، لان هي مع اول خناقه، مع اول مشكله تقول له انت دكتور نفسي ازاي مش فاهمني؟ ازاي ما بتسمعنيش؟ عشان هو بني ادم في الاخر. هو دكتور نفسي ده مش معناه ان هو ساحر يعني. او بيتضايقوا عشان بيحسوا ان هو بيحللهم برضه، طبعا فنظرته ليهم بيحصل. مختلفه. طيب ايه اللي احنا بنعمله في شيزلونج مختلف؟ رقم واحد ان احنا بندي جلسات العلاج النفسي بالمجان لكل الموظفين اللي شغالين في الشركه. فهو يقدر طول الوقت يروح يكلم مع ثيرابيست او دكتور نفسي ويعمل جلسه and it's for free. ودي حاجه من الحاجات اللي احنا كمان بنشجع عليها الناس. احنا بنشجع الكلام عن المشاعر جوه الشركه. فاحنا مش من الشركات اللي هي مركزه بس على اللي حصل، على قد ما هي مركزه على الناس كانت حاسه بايه، في ضغوطات، في مشاكل. اما بيجي يحصل تغيير في المانجمنت بنبقى حريصين ان احنا نشرح للناس ان لا خلوا بالكم التغيير ده بلاند، احنا وير فيري ستيبل، احنا رايحين فين. انا دايما بقول للناس ان احنا لازم نخلي بالنا ان الموظف محتاجين نتعامل معاه على انه بني ادم قبل ما نتعامل معاه على انه هيطلع اوتبوت. خلاص. فدايما بيبقى في فكره ايه، والله المدير الفلاني ماشي وفي مدير جاي مكانه. طب واللي تحت المدير ده بيبقى كل تفكيرهم مش مين المدير الجديد ومين المدير اللي ماشي، انا اللي جاي ده هيرفدني ولا هيقعدني؟ طب انا مستقبلي شكله عامل ازاي؟ فاحنا دايما بنندورس فكره ان احنا يبقى عندنا نوع من انواع تقديم الامان النفسي للناس مع كل قرار بناخده، مع كل تغيير بيحصل وهكذا. هل عندنا مشاكل؟ اكيد. هل احنا ملائكه؟ اكيد لا، مش ملائكه. فاهم قصدي؟ وعشان كده دايما الناس بتقلق قوي، يقولوا لي تخيل فلان كان شغال في شيزلونج ولما مشي طلع اتكلم قال كذا كذا كذا. احنا اكيد بنغلط وعندنا مشاكل، بس الناس برضو بيبقى عندها اكسبكتيشنز مش منطقيه. فبيبقى عندها اكسبكتيشن ان المدير بتاعي ده الدكتور النفسي بتاعي. لا، المدير بتاعك ما هوش الدكتور النفسي بتاعك، ومش دوره ان هو ياكوميديت يور ايموشنز ات اول تايمز. وان احنا نهتم بالصحه النفسيه مش معناه ان احنا نبقى كسالى وان احنا نيجي متاخر وان احنا ما يبقاش عندنا ديدلاينز عشان الديدلاين بيحط علينا ستريس. لا، هو ده مش معنى ان احنا مهتمين بالصحه النفسيه. بس اعتقد ان بيبقى فيه كده كونتراست او في مشكله ما بين فكره ان انت مهتم بالشخص من ناحيه التعاطف، ومن ناحيه ان هو الشخص بيستغلك على حته التعاطف، ان انت محتاج تهتم بيا. وزي ما انت قلت ان انا مديرك مش محتاج ان انا لدرجه او باخرى، انا محتاج اكون مهتم، ان انا مهتم بيك كشخص. انا عارف ان انت بني ادم عندك مشاكل في البيت، بس ما يجيش على حساب
ان الشخص مش مركز في شغله، بيجي على الشغل، بيجي على الاوتبوت، عشان لا انت انا عندي مشاكل وانت محتاج تهتم بيا. في دايما بحس ان هي اتس فاين لاين، وللاسف في مديرين كتير قوي في مصر ما بيعرفوش يمشوا الفاين لاين. مع الناس المانجرز اللي عندك how do you deal with it؟ تعامل مع الموضوع ازاي؟ شوف زمان كان الامور بتتقسم sympathy and empathy، فبيقول لك ان انت you need to be more into the empathy more the sympathy. انا بعمل دلوقتي public leadership credentials بتاعتي في هارفارد. اوكي. فهارفارد معتمده بشكل كبير قوي على business cases. اوكي. خلاص، فجابوا لنا بيزنس كيس بتاعت واحده صحفيه كانت بتغطي بعض الحروب الداخليه في ميانمار، وبعدين كانت عامله جمعيه الاول تو سبورت الصحفيين اللي بيتعرضوا للاصابه، ثم بدات تعمم ده لمعظم الناس. خلاص، وراحت مستشفى فلقت بني ادم، كانت واحده ست عندها مشكله ما فساعدتها بفلوس من جيبها، وبعد كده يعني اضطرت تعمل عمليه رقم 2 فساعدتها بفلوس من جيبها. ثم كيس ستادي بتقف عند السؤال الاشهر اللي احنا بقى بنقعد في كلاس ندسكس 6 ساعات، انه دلوقتي في البنت دي محتاجه عمليه ثالثه. اوكي. خلاص، وفي شخص اخر ظهر محتاج مساعده وهي مش هتعرف تساعد غير شخص واحد بس، هنعمل ايه؟ خلاص، فاتعلمت ان it's not only about sympathy and empathy. في حاجه ثالثه which they call passion. خلاص، call ايه؟ passion. you should have passion towards people. اوكي. طيب الباشن ده بيعمل ايه؟ بيخرج نظرتنا من الاندفيدواليزم او الحالات الفرديه الى what is good for the society, what is good for the company. انا زمان كمدير كنت بقع في الغلط ده، دايما عايز ادي للناس فرصه تانية وهكذا. وبعدين حسيت انه ده بيعمل مشكله كبيره جدا في الشركه، لان الوقت اللي انت بتعمل فيه ثمبسي او حتى في بعض الاحيان امباثي مع الموظف اللي هو ما بيطلعش الاوتبوت المظبوط، بيخلي الشخص اللي بيجتهد ويتعب شايف نفسه مظلوم، شايف نفسه is not fitting، فهيلاقي نفسه في حاجه من الاثنين، لا الا هو عنده his own personal values and ethics اللي هتخليه يكمل على هذا الطريق، او هيقولوا ما هو مش معنى فلان ما انا كمان هعمل زيه وما اشتغلش. صح؟ فانت كمدير the fine line is ان انت to accommodate the emotional needs of people while maintaining the professional environment. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا عندنا في شيزلونج، ودي حاجه احنا فخورين بيها، لو في واحده بعتت قالت يا جماعه انا النهارده اول يوم عندي في بيريد مش جايه الشغل، دي بتتحسب اجازه، والاجازه دي ما بتتشالش من رصيد اجازتها. خلاص، لو في حد قال يا جماعه انا عندي ظرف معين فعامل عليا يعني منتال هيلث ايشو معينه انا مش جاي، ما بنحسبوش من رصيد الاجازات. خلاص، فانا براعي ان البني ادم لما بخش الصبح الاقي بني ادم انا شخصيا داخل لي المكتب شكله مش مبسوط في مشكله، فبقول له روح. خلاص، ليه؟ عشان انا لازم اراعي ربنا في البيرسونال سايد بتاع البني ادم ده. بس في ناس عندك بيستغلوا الموضوع ده؟ ممكن، الله اعلم، بس it's for the common good. ما هو ما واحده تبقى تقول I have the period today، هاي حد هيروح يدور وراه؟ اكيد لا. خلاص. وعلى فكره دي حاجه انا فخور بيها. انا لما كنت فايس بريزيدنت اس يو في الجامعه الامريكيه عملنا القانون ده في الجامعه. ان اول يوم بيريد لو انت رحت جبت شهاده من الكلينيك ممكن ما تمتحنيش. خلاص، ليه؟ لانه ده بيعمل تغيير ايموشنال وفسيولوجي عند البنت. this is a fact. طيب بس لو احنا قاعدين مع بعض في ميتنج وحضرتك جاي مش محضر، ده ملوش علاقه باي حاجه. لا، انت لازم تيجي ارقامك مظبوطه، البرزنتيشن بتاعتك مظبوطه، مذاكر الديبارتمنت بتاعك، محقق الجولز بتاعتك واللي انت عايز توصل له. ثم ان جوه الليدرشيب او جوه البروفيشناليزم كمان احنا اتعلمنا شويه سكيل، صح؟ اللي هو دايما we don't blame people، بس احنا بندور على المشكله فين عشان نحلها ونتحرك بيها لقدام. فرقم 1 راعي مشاعر الناس اللي معاك لما حاله العمل تسمح. 2 ده لابد الا يطغي تماما على فكره انه الناس جايه دايما جاهزه ومذاكره وعامله اللي عليها وجايه في وقتها ومحترمه زمايلها في الشغل وهكذا. رقم 3 انه البروفيشنال انفايرمنت اللي محطوطه لازم يبقى ما فيهاش blaming culture، لازم تبقى safe space for people to make mistakes and learn from mistakes and enhance in the future. انا اكبر مشاكلي كانت لما كنت بدير برضو ناس وفي تيمز، ان انا I didn't know when to let go. كنتش بعرف فعلا امشي ناس. انا مشيت ناس بسبب مشاكل ethical، ان هو مثلا حصل سرقه، حصل ده value based done، الشخص يمشي. بس لما كان performance issues دايما برضو بدي فرصه والثانيه والثالثه وبعض ازود، وكان بتاثر زي ما انت قلت بالظبط. يعني بكونفيرم اللي انت بتقوله، ان هو كان التيم بتاعي شايفه طب
انا شايف ان الشخص ده is let's say ان they're not competent enough، ما عندهمش الابيليتي ان هم يبرفورم الرول و you need to let them go. من ناحيتي انا I was failing. انا كنت as a leader as a manager I was failing miserably ان I didn't know how to fire people. كنت بعرف امشي الناس لان كان من جوايا بحس ان انا بظلم الناس. دي كانت حاجه I think when I reflect back عليها it's من a sense برضه it's على it's a bit of shame برضه. It's a bit of failure on my side ان انا احتاج امشي شخص، ده معناه ان I failed بالاختيار بتاعي في الاول للشخص ده، فانا ان انا امشيه ده بثبت ان انا I failed. فانا I want to prove ان الشخص ده successful، ف I'm continuing الفيلير بتاعي، عمال بزود وبوظ التيم بتاعك. دي كان مشكله كبيره قوي عندي. لا هو انا اول مره امشي حد في حياتي من سنتين فعلا. ودي كانت مشكله كبيره. وخلي بالك بس انا عندي اسباب اخرى لغايه لما تاني انت بتبتدي تتكلم مع المنتورز بتوعك to sort this out. يعني انا كان عندي مشكله ان انا مش عايز اقطع عيش حد، دي كانت بالنسبه لي مشكله كبيره جدا. وعندنا ناس كتير عندها نفس المشكله دي. لحد ما حد مره قال لي هو انت الرزاق ولا ربنا؟ اتريزونيتس على طول. صح. ده مثلا حد كلمني من المنظور الديني، في حد كلمني من منظور اخر قال لي هو انت اللي بتقطع عيشه ولا هو اللي قرر يقطع عيشه بايده بسبب اهماله او بسبب الاكشنز اللي هو بياخدها. دي حاجه تانية. فاهم قصدي؟ وفي القاعده الشهيره بتاعت انه، وده حد من يعني اعظم منتورز بتوعي يعني اللي انا بقابله اولموست كل اسبوع، انه يعني فكره انه احنا we're here in different experiences to learn. خلاص. فزي ما انت قلت ان انا لا الا هبليم نفسي ان انا من الاول جبته غلط لو انا خدتها بيرسونال. بس لو احنا فصلنا البيرسونال سايد with the process، وده اللي احنا بقينا بنعمله في شازلونج، بقيت مبسوط بيه جدا لما بيجي لنا حد وبيمشي خلاص، وخصوصا لو مشي في البروبيشن في اول 3 شهور على طول بنجري ندور من الاول. اوكي. هو احنا محتاجين نغير ايه في الاسسمنت اللي احنا عملناه في الاول؟ ايه اللي احنا اكتشفناه في الشخص ده بعد 3 شهور ما عرفناش نكتشفه في الاسسمنت، او ما عرفناش نكتشفه في الانترفيو، او ما عرفناش نكتشفه في اول البروبيشن. اوكي. فاهم قصدي؟ فطول ما انت بتفكر from a process perspective not from personal perspective هتلاقي ان ده دايما يدعو الى التطوير، مع الفكره اللي انا قلتها في الاول انه احنا مش اللي بنرزق البشر، ف let it go هو رزقه في حته ثانيه. اوكي. طب انت قلت ان الحاجات اللي انت بتعملها في شازلونج ان انتوا بتاكدوا ان كمديرين وكناس عامه بتشاركوا مشاعر مع بعض، ما فيش حته ان انا ما اتكلمش في المشاعر انا حاسس بايه النهارده وكل حاجه. في ناس مديرين كتيره اعتقد في مصر اكتر من بره بس برضو موجوده يحسوا ان دي فكره vulnerability بقى، ان انت تبقى vulnerable كشخص، انك تشارك المشاعر ده ضعف، او ده حته ان انا بخسر الفريق بتاعي وانا لازم ابان ان انا قوي، ما ينفعش ابان ان انا في حاجه بمر بيها، حاجه تعباني. تتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ بقول للناس اتفرجوا على فيلم تايتانيك. اشمعنى؟ هل كون الاوركسترا كملت مزيكا ده منع الناس ان هي تغرق وتموت؟ لا. كون ان الاوركسترا كملت مزيكا ده خلى الناس ما تخافش وما تعملش بانيك وتجري وتزق نفسها. فهو ده اللي احنا بنعمله. احنا عايزين الاوركسترا تكمل عزف مزيكا. انا دايما الناس تقولوا لي ايه، احنا خلي بالك شركه مرت بحاجات قويه، يعني احنا مثلا غيرنا سي او نوت اون جود تيرمز. اوكي. خلاص. غيرنا سي تي او. ومرينا مراحل كتير صعبه جدا جدا جدا. فكان دايما الانفسترز يقولوا احنا بقى هنخبي ونعمل وبينوا ان الدنيا عادي، وبكره الصبح يعملوا بقى ايفنت هاتوا تورته كده جوه الشركه وبينوا الناس ان احنا اتس موفينج فورورد. هنضحك على بعض. بالعكس منتهى القوه ان انا اقف قدام الناس يا جماعه لا تقلق، او ضعفها مش بيبان لما تعبر عن مشاعرها تبقى فارنبل او اوثنتيك. الناس بتبان ضعيفه لما تبان ان هي ما عندهاش حل. فايه المشكله انا اقف اقول يا جماعه we failed، او وقت كورونا we are passing by a very difficult moment، وانا كليدر للشركه دي عارف ان احنا داخلين على مرحله صعبه، بس انا اولوياتي كليدر ان انا عمري ما هاجي على مرتبات الموظفين بتوعنا، ولو هنضطر نمشي حد لا مش هنمشي حد، احنا ممكن انا اول واحد هسيب مرتبي وبعديا السي ليفل هيسيبوا مرتباتهم، وعمرنا ما هنقرب من مرتب حد غير لما نبقى مضطرين، وعمرنا ما هنمشي حد. يعني حتى لو احنا خلاص مرتبات مش هنقدر ندفعها كلها هنقلل مرتبات كل الناس عشان كله يبقى موجود ممكن بمرتب اقل سنه. فانا لما عبرت عن ان انا قلقان او ان احنا في وسط مشكله، ده مش معناه ان انا رعبت الناس. as long as I'm giving them a solution, I'm giving them how we're going to move forward with this. انا واحد من اعز اصدقائي عمرو منسي. اوكي. انا قابلت عمرو في اوائل اكتوبر
مش اوائل اكتوبر، في النص الثاني من اكتوبر بعد احداث 7 اكتوبر. طبعا هو كان عنده مهرجان الجونه وناس حجزت الطيران، وكان عمرو وقتها حتى مراته اعتقد في اخر الحمله او كانت لسه والده وهكذا. فانا قابلت عمرو واحنا كنا في الجونه يعني، فكنت قاعد معاه في بزنس سيتنج يعني. ف قلت له عمرو هو انت عملت ايه؟ فقال لي اتكلمت مع الناس في كذا وبنفكر نأجل المهرجان بالشكل ده، او هنعمله بس هنعمله بطريقه مختلفه مش احتفاليه، وازاي هنحط فلسطين في الموضوع. قعد يتكلم في حاجات كتير قوي. طيب هو هل ان عمرو يتكلم مع الناس بتاعه يقول لهم ان في مشاكل، وان هو شخصيا ك مدير عمليات مهرجان الجونه او صاحب فكره مهرجان الجونه او whatever the position، عشان ما ابقاش بقول حاجه يعني مش مظبوطه، ان هو يطلع يقول للناس يا جماعه ان هو قلقان وانه عبر عن مشاعره دي حاجه غلط؟ مين اللي قال ان هي غلط؟ هو ان يكتم هذه المشاعر هو اللي غلط. عارف ليه؟ لان هو هيكتم ده جواه، هيأثر على نفسيته، هو شخصيا هيخش في depression. he will not be capable of performing اصلا مهرجان الجونه لو هيتعمل. ف vulnerability and authenticity مش ضعف، ده منتهى قوه. وعايز اقول لك على حاجه، وده انا دايما بقوله حتى في العلاج النفسي، الشخص اللي بيروح يبتدي رحله العلاج النفسي هو بيروح هو في اقوى لحظاته مش هو في اضعف لحظاته. يعني الناس دايما معتقده انه ما دام واحد راح يتعالج نفسيا ده معناه ان هو وصل للقاع بقى، هو في اضعف مرحله في حياته. لا، ده بني ادم وصل لاعلى مراحل السيلف اويرنس واعلى مراحل القوه والشجاعه ان هو يطلب المساعده عشان يادمت ان عندك مشكله. بالظبط. وفي ناس بتشوف ان طلب مساعده ضعف، اللي بيشوف كده هو ضعيف. انما اللي بيطلب المساعده هو قوي انف انه عارف السيلف وورث وعارف ان هو محتاج مساعده دلوقتي وراح طلبها. فبالعكس ده مصدر قوه مش مصدر ضعف على الاطلاق. طب احنا ليه بنمثل على بعض؟ عشان الحياه حطانا في السيتويشن ده ان احنا بنمثل على بعض. بس احنا يعني بص انت قلتها بالطريقه الحقيقيه ان احنا بنمثل على بعض، بس هو ما بيقولوش كده. هو بيقول لك اصل انا بعمل بيرسونال براندنج. هو مش شايف نفسه ان هو بيمثل، هو شايف نفسه هو بيعمل بيرسونال براند. انا ما بهتمش بالارقام خالص. وبعدين بين كل بوست وبوست احنا اعلى مشاهده، احنا 100 مليون. واضح جدا ان حضرتك ما بتهتمش بالارقام على الاطلاق. انا النقد ما بيأثرش فيها خالص، ومع اول حلقه حصل فيها نقد بوستات وهجوم شاسع فاهم قصدي؟ فهو ده الوضع الحقيقي. بس احنا بنغلفه. this is called personal branding. طيب خطر ده ايه؟ خطر ده، وانا يعني ده ممكن يودينا موضوع تاني، فكره الفاوندرز والستريس. خطر ده ان احنا رسمنا صوره زائفه عن رياده الاعمال. هذه الصوره جابت لناس احباط شديد للغايه. انا في اخر بس 3 اسابيع يعني حاجه من الحاجات اللي بحب اعملها is to mentor startups في incubators معينه او حتى ستارت ابس. فبيجي لي تليفونات، محمد انا بوصل لمرحله ان انا هقفل الستارت اب بتاعتي، خلاص احنا فشلنا. فاروح اقعد ابص على الارقام والحاجه، فين يا عم الفشل؟ ما كل حاجه تمام. لا ده انا تخيل اخر 6 شهور انا ما عملتش ولا بودكاست، ده انا ما اتكلمتش ولا ايفنت، ده انا البوستات بتاعتي على لينكد ان ما بتجيبش شيرز ولايكس. فالناس بدات تحكم على نجاح الحقيقي من هذا المنطلق. انا اعذرهم لان هو ده الحقيقه. احنا بقينا عايشين مين في فوربس ومين في توب 30 اندر 30، وبقى هم دول الناجحين. من اقوى سي اوز في مصر من وجهه نظري وعندهم امباكت حقيقي على الارض هم مقلين جدا على لينكد ان، هم ما عندهمش فولورز كتير ولا حاجه. يعني انا من اكتر البني ادمين انا مقتنع ان هو one of the top CEOs في مصر مثلا منير نخل. بيبوست كم مره على لينكد ان يعني؟ شفته في كام بودكاست يعني؟ فاهم قصدي؟ and from my perspective he's one of the top CEOs in the country. فاهم قصدي؟ فانت بتسميها يعني لو انت سختها ليه احنا بنمثل على بعض هتبان على حقيقتها ولازم نقعد نفكر ليه بنمثل على بعض. بس هو للاسف اصلا احنا حتى لا نصيغها بهذه الطريقه. احنا شايفين ان احنا بنعمل بيرسونال براندنج واحنا في الحقيقه بنمثل على بعض. ده حقيقي. لانه هل في حد هيطلع على لينكد ان يقول يا جماعه والله تعالى احكي لكم عن العميل امبارح اللي شتمنا على السوشيال ميديا؟ ما حدش يعمل كده، صح؟ احنا بنمثل على بعض. ده حقيقي للاسف شديد. هل انت كسي او عمرك بتحتاج تمثل على ايذر التيم بتاعك او على الناس عامه؟ ما بحبش. انا عايز اقول لك على حاجه، ما اعرفش ده ممكن يضرني يعني. انا اصلا عندي مشكله كبيره ان انا بحس ان لينكد ان لان انت لينكد ان ده مشكله ان انت لما بقى ابتديت قالوا لي بقى عايزين قوي لينكد ان وكده، فانت مش عارف لازم تبوست في وقت معين وعدد بوستات معينه وكده. فبجد انا بقاش فاضي. يعني انا ايام كتير جدا 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 بتعدي عليا باجي الساعه 7 بالليل افتكر يا نهار ابيض انا كان المفروض التيم بتاعي طالب ان انا بوست حاجه النهارده،
ولازم ابوست مش عارف من الساعه 9:30 للساعه 11:15 او من الساعه 2 ل 3 وانا من وسط الميتنجز. يعني انا بجد بستغرب الناس دي بتشتغل ازاي. يعني بستغرب جدا الناس دي بتشتغل ازاي. في ناس بقى بتجيب كونتنت مانجرز وبتاع وحاجه كده، بس يعني ما لو مش انا هكتب لنفسي على البيج بتاعتي يبقى ايه لازمته برضو يعني، فاهم قصدي؟ فلما لقينا كده يعني لسه احنا واخدين قرار قريب جدا. هم طبعا ماركتنج تيم بيتخانق معايا، محمد انستجرام، انا ام فيري برايفت اون سوشيال ميديا. فيسبوك بتاعي مقفول، الانستجرام بتاعي مقفول. فيسبوك عندي مش عارف 150 فريند، انستجرام عندي مثلا 130 فولور. ف بدات البودكاست والناس بقى ما احنا عايزين بقى نشوف هنحط فيديوهاتنا فين وكده وبتاع، هنشيل غير لينكد ان يعني اللي عليه فولورز كتير شويه. فمثلا النهارده رحنا عملنا اكونت تاني بس يعني ليا كسي او بقى بابليك بروفايل. وقلت لهم يكتبوا عليه كليلي ان البتاع ده مع الماركتنج تيم، وده مش هتحط عليه اي اوبينيونز، ده هنعمل فيه كروس بوستنج لشويه فيديوز اللي احنا بنعملها. فاهم قصدي؟ فبيرسونال براندنج على حقيقته انه عمرو موسى عنده فيري سترونج بيرسونال براندنج، صح؟ مجدي يعقوب عنده طبعا حفظ ارقام كل الناس دي، احمد زويل، كل الناس دي عندهم فيري سترونج بيرسونال براندنج، وهم ما عندهمش اكونتس، لان personal branding is about the impact and about the real change you are bringing to people. ملوش علاقه بالشهره خالص. دول بالنسبه لي اسمهم مشاهير. ده يعني يقول لك انفلونسر. يعني ايه انفلونسر؟ انفلونسر ده هو شخص يؤثر، صح؟ وبالمناسبه كلمه انفلونسر في حد ذاتها يعني ما هو في جود انفلونسر وفي باد انفلونسر، فاهم قصدي؟ بس احنا بقى عندنا المشكله دي كبيره قوي ان احنا بقينا بنربط النجاح بالشهره والظهور، وده مش حقيقي. اعتقد دي مشكله، يعني زي ما انت قلت بنتكلم على حته الفاوندرز والناس اللي بيبنوا شركات. اعتقد شخص شغال شغلانه عاديه بيكون بيتفرج على الناس اللي هم الفاوندرز دول وبيرومانتسايز الفكره بتاعت طبعا انت فاوندر، ان انت بتشتغل الاورز بتاعتك، بتبني فكرتك، ما عندكش مدير، بتبني اللي انت عايزه، بتبني حياتك، بس مش كل الحاجات اللي بتحصل ورا الكلام ده. مش انا في المنتورشيب بجد في الميتنج اقول لك ايه، يعني انت عايز تفهمني ان فلان ده بيعاني زيه زينا كده؟ بيعاني زيك بالظبط. لا بس لينكد ان بتاعه ما بيقولش كده. يا باشا يقول له يا باشا يقول له هو عايزه. انا بقول لك ان البني ادم ده عشان كده انا مثلا بحترم صديقي جدا مصطفى قنديل لما طلع اتكلم ان هو جاله اكتئاب طب هل انت هتوصل لمرحله اكتر من الشيخ محمد بن راشد كتب عنك تويته دلوقتي بقى اسمه اكس بقى وسويفل على برج خليفه وانت اصغر واحد في ناسداك بترن الجرس، ومع كل ده في الاخر حصل انهيار للشركه وهو جاله اكتئاب وقعد في البيت وبقى عليه ديون والناس ما بتردش عليه ووقف على رجله وعمل قصه اسطوريه وعمل ملحمه نجاح غير طبيعيه ورجع تاني واشتغل وبنى شركته وكمل وعلى الاسهم بتاعتها وربنا يوفقه في المستقبل. خلاص ده بني ادم حقيقي. اللي احنا بنشوفه غير كده ده مش حقيقي تماما. كل ده عباره عن محاوله زي ما انت قلت تحسين الشكل العام والوضع العام. بس ده مش انا كنت في بانل فكنت بيسالوني برضو على انت بقى سبت كل حاجه وبتعمل اللي انت بتعمله و you're following your dream وحاجات زي كده. فردي ليهم حتى كتبت بعد كده بوست سبيسيفيكلي عليها، قلت ان انا مرعوب، انا خايف. يعني الناس فاكره ان الموضوع سهل، بس انا من جوايا انا كل يوم بفكر should I quit ولا لا، اللي انا بعمله ده does it make sense ولا لا، بداوت نفسي. و I think ده اللي الناس بيمروا بيه. مش كلنا بيشارك الموضوع ده، وانا برضو مش بعرف اشارك كل يوم برضو، لان انا جزء مني بحس ان انا لو كلمت النيجاتيف كل الحاجات دي الناس هيبصوا عليك برضو بطريقه مختلفه، والناس هيحسوا ان الموضوع لا you're overdoing it in a sense. بس لا من جوايا انا خايف يعني. I think that's normal. اعتقد كلنا كده. بس انت محتاج تبقى حقيقي. وخلي بالك من حاجه برضو، ودي مشكله كبيره، ان احنا بنقعد ننظر على بعض. يعني ايه بننظر على بعض؟ قصتك الشخصيه ما هيش. وفاكر لما احنا كنا بنتكلم قبل البودكاست انا ضد دايما ان انا اطلع احكي عن قصتي الشخصيه. ليه؟ لان قصتي الشخصيه is not applicable to all people. خليني اديك مثال بسيط قوي 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 من اللي احنا بنعمله. واحد دلوقتي بنسوي بودكاست، صح؟ كويس قوي. طيب انت عايز تتعلم ازاي تعمل بودكاست ناجح، كويس؟ طيب في اتنين انا بحبهم جدا، خلاص. بحب احمد رشاد بس بعربي، بحب لينا حسب الله CNN، خلاص. والاثنين بيعملوا بودكاست رائع، خلاص. لو انت جبت احمد ولينا قعدتهم في بودكاست بتاعك تسالهم يا جماعه ازاي اعمل بودكاست ناجح، اللي احمد هيقوله is applicable to certain people واللي لينا هتقوله is applicable to certain people، ومفيش حد كلامه هينفع لكل الناس. يعني النهارده لينا على سبيل المثال ممكن تكون ما بتواجهش مشاكل كبيره في الفاينانسز لان هي وراها مؤسسه كبيره،
وممكن تبقى انا ما اعرفش، ممكن تبقى في الاخر ممكن يبقى عندها تشالنجز ان هي تجيب ضيوف، بس في الاخر هي بتتكلم باسم CNN خلاص، بس هي في ظهرها مؤسسه قويه اكيد لازم تاخد بالها من كل سؤال، فبيبقى عندها ستريكت سياسه تحريريه لازم تلتزم بيها. مطلوب منها تظهر بشكل بروفيشنال معين، ما تقدرش تعبر عن ارائها بشكل متسع كده، لا عندها قيود معينه خلاص. فلينا كلامها هيبقى كويس قوي للشخص اللي جوه مؤسسه صحفيه كبيره وعايز يبتدي بودكاست بتاعه وذين المؤسسه الصحفيه دي. صح. طيب واحد بقى زيك وزي ناس تانية هو عايز يبتدي بودكاست من الزيرو، التشالنج بتاعته مختلفه تماما، انا هجيب كاميرات منين وهجيب لايتنج ازاي ومين اللي هيعمل لي الاديتنج بتاعي، طب وانا هكلم ضيف اقول له مساء الخير انا اسمي محمد بعمل بودكاست اسمه بيكامينج تعالى معايا، طب انت مين يا ابني، طب مشاهداتك شكلها عامل ازاي، طب ايه اللي بيحصل صح؟ فانت التشالنج بتاعتك مختلفه تماما. فهتلاقي واحد زي احمد ممكن يبقى كلامه زي احمد دايما يقول لك انا ابتديت بكرسيين بلاستيك وكاميرا موبايل، فده كلامه هينفع الناس وده ولينا كلام هينفع الناس. هل ده حلو ووحش؟ يعني هل احمد حلو او وحش او لينا؟ لا الاثنين عظام وكويسين وبيقدموا حاجه مفيده لينا كلنا في الاخر كويس. بس هو حقيقه الموضوع زي ما انت بتقول والكومن ما بينهم، وده اللي انا شايفه معاك، انا حاسس ان احنا اصلا قاعدين بندردش على القهوه يعني، هي اوثنتسيتي. هي بتطلع تعبر بعد الحلقه عن قد ايه هي كانت خايفه وهي بتصور الحلقه دي وطب يا ترى الحلقه عجبتكم ولا لا، طب ايه اللي حصل، واحمد بيعمل نفس القصه وانت دايما بتعمل نفس القصه، وانا اول ما اخلص اول سؤال هساله الناس اللي قاعده جنبنا الحلقه كانت حلوه ولا لا. ليه؟ لان احنا بني ادمين طبيعيين. لما واحده بحجم الست ام كلثوم خلاص كانت بتعرق وده سبب ان هي بتمسك منديل كل مره بتطلع على المسرح وهي ام كلثوم، فهل انت ما بتخافش؟ انت جامد قوي. والمشكله الثانيه انه كلمه بيرسونال براندنج خلت الناس تبروموت افكار مش حقيقيه. يعني واحد من الناس اللي انا بجد يعني بحبهم خلاص مش عايز اقول اسم يعني، فما يطلع يقول اصلا انا ما بحبش القرايه، فابتدي يبقى في ترند جوه الايكو سيستم ما دام فلان ده ما بيقراش وناجح يبقى القرايه دي مالهاش قيمه. مين اللي قال كده؟ مين؟ القرايه والتعليم دايما ليهم قيمه كبيره. فاهم قصدي؟ احنا كمان عندنا مشكله كبيره في الموضوع ده سايكولوجيكلي. حاجتين لو ممكن اتكلم عليهم. الحاجه الاولى ان احنا من كتر المشاكل النفسيه، شوف احنا قلنا 60% صح؟ من كتر عندنا مشاكل نفسيه من الناس، فالناس بدات تفقد الامل، فاي امل بقوا بيتعلقوا بيه. فتلاقي اعلان عن كريم خزعبلي معمول تحت بير السلم لو انت حطيته على العمود الفقري بتاعك هيرجع سنك 20 سنه لورا. الناس بتشتريه ليه؟ ما ان انت لو فكرت بالعقل لمده ثانيه واحده هتعرف ان ده نصب صح؟ طيب فزمان كنا بنقول اصل دي الطبقات القليله والاعلانات دي بتيجي على برامج. طيب والاستاذ اللي طلع عمل نظام غذائي ليس له ادنى علاقه بالعلم. نفس برضه كتير اللي الكريتورز والانفلونسرز بيعملوا حاجات عن انت هتعمل فلوس على طول فتعمل مليون. طبعا بس كمان بقى بكلمك حاجات تموت بني ادمين. فطلع دكتور وقال لك ده النظام الغذائي الجديد، انا ما احبش اقول اسمه يعني، وحصل كذا كذا. طب هو بقى اصبح مريدين كتير جدا. فاحنا اول حاجه فقدان الامل بيخلينا نتعلق باي حاجه. تاني حاجه احنا عندنا ثقافه تأليه الناس، ثقافه كبيره جدا. يعني انا اول لما مسلسل الست نزل لقيت هجوم غير طبيعي غير طبيعي، وبعدين انا قاعد افكر يعني مروان حامد مخرج جامد جدا وشاطر جدا، ومنى زكي استاذه منى زكي ممثله شاطره يعني ايه الهجوم ده؟ فكنا قاعدين في البيت، انا فاكر كنا في عيد او حاجه، فيلا نروح فيلم، يلا عايزين نروح السينما، قالوا لا احنا مش هنروح الست الناس كلها بتهاجموا. انا ما اتعودتش احكم على حاجه من غير ما اروح. انا رحت من وجهه نظري شفت عظمه فنيه غير عاديه. قعدت افكر كده بعد ما روحت هو ليه الناس بتهاجم فيلم الست؟ لان الناس مش عايزه تشوف ام كلثوم كانسانه، ممكن تبقى بخيله في بعض المواقف، ممكن تتنرفز في بعض المواقف. هم عايزين يشوفوا هذه الهاله الانسانيه العظيمه. ام كلثوم اسطوره بكل معاني الكلمات، ما حدش يقدر ينكر ده، بس في الاخر هي انسانه. استاذ هيكل اسطوري بس في الاخر هو انسان. اي شيخ انت بتتبعه اسطوري وكويس وكل حاجه، بس في الاخر هو انسان على فكره وبيغلط وكل حاجه. ففكره برضو التقليد ده، فاصبح الايكو سيستم النهارده عباره عن 10 تنفار احنا مقلهينهم، دول ما بيغلطوش، هم دول الايكو سيستم. This is not the eco system. دول جزء من الايكو سيستم بيعبروا عن حاجه معينه في الايكو سيستم وهكذا. وبعدين بقى تقوم حروب خلاص، وهذه الحروب بدل ما احنا عايزين نساعد بعض ونطور بعض ونتحرك لقدام، بقينا بنشوف ازاي نعلم على بعض وازاي نحارب بعض. واجي انا اقعد معاك في بودكاست هاجم اقول لك شفت فلان. يعني انا حتى وانا بتكلم على بيرسونال براندنج حاولت ابقى موضوعي، حاولت ما اجيبش اسماء ناس الا لو هنقولهم بشكل كويس. بس في حد عشان انا بجد مش فارق معايا كم واحد اتفرج على الحلقه ولا انت فارق معاك صح،
بس انا ممكن دلوقتي بقى اقول لك اسمين تقال جدا، فالحق محمد علاء مع محمد في بيكامينج يهاجموا فلان، ونجيب ملايين المشاهدات والدنيا تبقى حلوه. فالبني ادم بدل ما هو عايز يجي يقعد قدامك يبقى اوثنتيك، وهو جاي بيفكر، وانا اعرف ناس كده على فكره، هو بجد رايح البودكاست بيفكر ايه الخمس جمل اللي هيقولهم هيفرقعوا علشان البودكاست ده الناس تتفرج عليه and that's it. طيب البوينت از الفاليو اللي انت هتعطيها للناس. Yes. ده بالنسبه لي ده كور. لو بني ادم واحد بالنسبه لك عشان كده سيدنا علي لما قال ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، لو البودكاست ده بجد اتفرج عليه 100 واحد منهم واحد بس خد حاجه مفيده غيرت حياته، this is more than enough. صح. فانا مش محتاج اكون بخاطب المليارات من البشر، ولا محتاج يكون البودكاست بتاعي بيتفرج عليه مئات الملايين وعشرات الملايين من البشر خالص، ولا تفرق حاجه. اوكي. طيب عايز ارجع تاني للداتا اللي عندك. زي ما قلنا الداتا دي من اكتر الداتا اللي في رايي برضو حساسه في مصر بشكل او باخر. هل الداتا دي بتخوفك؟ طبعا بتخوفك طبعا، بس المشكله كمان انه انت ما ينفعش تتكلم مع الملأ. طب اسالك سؤال، طب بعيدا عن ان هي بتخوفك، فاحنا عارفين ان هي بتخوفك، ايه المسؤوليه اللي عليك بانك عندك الداتا دي؟ ايه المسؤوليه اللي بتقع عليك؟ ان كل يوم الصبح اطور البرودكت بتاعي واعمل له وفايت الاستجمة اكتر، عشان اتاكد ان عدد اكبر من الناس بياخدوا الخدمه الصحيه النفسيه المطلوبه. اوكي. دي مسؤوليه. هي دي مسؤوليه من اول يوم كنت شغال فيه في شيزلونج. كل يوم هنقدر نساعد واحد زياده، هي دي مسؤوليه. اوكي. بس احنا بقى، لان خلي بالك الداتا دي هتدخلك في جدال يعني غير مسبوق بجد. انا بقول لك يعني انت سالتني على الانتحار في الاول، انا عندي رقم، بس انا لو قلت نسبه الانتحار في مصر كام هخش في قصص يعني. صح. انا عارف برضه ان هو حتى نسبه الانتحار او الارقام اللي موجوده دلوقتي مش الارقام الصح، لان برضه في ناس كتيره لما بيحصل انتحار هو يعني بيقولوا ان حاله الوفاه بسبب حاجه تانية مختلفه برضه، عشان في محمد اذا كان الحاجات العاديه يعني. اللي زي الفقر وكده احنا ما بنطلعش نقول ارقام يعني الارقام احنا بلد اصلا، والمنطقه الداتا العاديه مش معروفه، فانت متخيل الداتا دي هيبقى شكلها عامل ازاي يعني. طب ما بعرفش انت ينفع تقول حاجه زي كده، بس انت شفت من الداتا اللي عندك مثلا ايه اكبر منتل ايشو موجود؟ لا طبعا دي حاجات معروفه يعني anxiety comes first. في الوقت الحالي الناس كلها خايفه من المستقبل شكله عامل ازاي، يا ترى بعد الحرب دي هيحصل ايه، الخليج بعد ما اتضرب برضو الناس هينفع ترجع مش هترجع، فين سيف فين مش سيف. بعد anxiety it comes depression. في ناس كتير they lost hope in the future وده مأثر على صحتهم النفسيه ومخلي عندهم نوع من انواع الاكتئاب، بيرن اوت بسبب الضغوطات الاقتصاديه، وان احنا كلنا الناس بتشتغل شغلانه واثنين والناس اللي في الشركات عايزه توصل للتارجتس بالرغم من كل الحاجات المحيطه، والريليشن شيب ايشوز طبعا برضو يعني من الكاتيجوريز الكبيره جدا عندنا يعني مشاكل اللي لها علاقه بالعلاقات يعني. اوكي. طيب انت قلت لي ندخل في بقى توبيك تاني، ان مشاكل نفسيه بتنتج حاجات تانية مختلفه من ناحيه بقى فكر فيها من ناحيه الايكونومي، ان هو عندك حاجات زي الطلاق. ده انت قلت لي برضو ده جزء كبير من ان هو بيسبب اصلا بسبب المشاكل النفسيه، وبيفتح بقى حاجات تانية في بروفيت، فالناس بيتربحوا يعتبر منه مع انه ناتج عن المشاكل النفسيه. لما بص على شيزلونج از شركه فور بروفيت، فانت تكتيكلي بتسيرف الناس اللي عندهم مشاكل نفسيه، بس هل عمرك بتحس ان هو طب انا لو ما بقاش في ناس عندها مشاكل نفسيه يعني الشركه دي مالهاش لازمه؟ يعني في contradiction in a way ولا؟ طبعا. بص دي حاجه لسه كنا بنتكلم فيها برضو في كورسز في هارفارد، يعني في حاجه اسمها potential bias. اوكي. خلينا ادي مثال وبعد كده اخش في اللي انت بتقوله. لما انا كنت موجود في ستانفورد بدرس حاجه اسمها AI in healthcare. اوكي. بس it was executive program كبير يعني. فكان في السؤال الشائع، هل ال AI هيبدل الدكتور في يوم من الايام؟ فكانوا دايما يقول لك مشكلتكم كده تروحوا تسالوا الدكاتره. طب ما الدكتور ليه مصلحه في الموضوع؟ صح، ما هو لو قالك هيبدلني، ما انت بتسال واحد هيتاثر بالموضوع. فانا خدت ده وجريت كلمت مين وقلت اسمه كتير جدا في حلقه الدكتور محمد شيخ. اوكي. مساء الخير، انا لسه دارس 1 2 3 4 عايز اسالك سؤال. قال لي اتفضل. قلت له الدكتور النفسي باي ديفولت عنده بوتنشال بايس. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انت ليه عايز تعالج العيان بتاعك؟ ما انت مصلحتك انه يفضل عيان صح عشان يجي لك تاني فيدفع لك الفيزيتا، وما يتعالج من حاجه تفتح له مشكله، وخصوصا بقى ان هو مثلا مش يعني مثلا مش كسر فهيعمل اكس راي هيبان، احنا بنتكلم في حاجه تانجبل. قعدنا يعني نتكلم
we had a very good philosophical discussion لغايه لما وصلنا انه والله الموضوع في الاخر بيعتمد على الاثكس بتاعه الدكتور. مفيش اي حاجه تانية يعني كمحدد ينفع يخرجنا بره الموضوع ده. فاحنا كشيزلونج نجحنا الحقيقي امتى؟ وانا دايما بقوله للناس لما يبقى مفيش ولا واحد محتاج طب نفسي يبقى احنا نجحنا. حتى لو شيزلونج مش محتاجه طبعاً. تكون موجوده خلاص. ليه بقى؟ تاني who am I? are we شيزلونج؟ no. احنا مؤمنين ان احنا مجموعه من الناس اللي بنخلق تجارب انسانيه تخلي حياه البشر احسن. فاحنا عملناها النهارده في منتل هيلث. طب خلصت ما عادش فيه، هنروح نعمل حاجه تانية. بالعكس يعني اليوم اللي هيبقى مفيش ولا واحد بيعاني this is our greatest success ever. بس بقى في هنا مشكله تانية انت طرحتها وانت بتتكلم، اللي هي الحاجات اللي بيبقى سبب ونتيجه او سبب ومؤثر. كنت لسه بكلم برضه دكتور محمد شويه فبقول له موضوع الفقر اللي انت كنت بتقوله. فدلوقتي مع السوشيال مع الايكونوميك بريشر المشاكل النفسيه بتزيد صح؟ طيب بس ما هو عشان في ايكونوميك بريشر فمشاكل النفسيه زادت بس الناس معاش فلوس تتعالج صح؟ فبقت مشكله اكبر. فاهم قصدي؟ الطلاق. انا استغربت جدا مره حد وانا قلت لك ده مره واحنا بنتكلم في التليفون، حد من اكبر الناس بيشتغلوا في ريل ستيت، الست بتقول له هل مصر فيها فقاعه عقاريه؟ لا. ليه؟ قال لها والله احنا عندنا اكس عدد حالات جواز ده محتاجين بيوت، وعندنا اكس عدد حالات طلاق دول محتاجين بيوت، فطول ما في جواز وطلاق احنا شغالين. فتخيل ان احنا حولنا مشكله اجتماعيه رهيبه ان هي مصدر من مصادر التربح. المحامين برضو مثلا نفس الفكره ممكن. يعني انا بحب قوي ساره درويش وبحب بسمعها ونفسي مره اروح اسال السؤال ده برضه. ما هو نفس القصه خلاص. ف النهارده as we speak لو انت راجل بتاع ريل استيت شايف انه والله ده الطلاق اصلا بيكسبنا، يبقى انت مش هتبقى عايز الطلاق يخلص صح؟ طب ما هو لو ريل استيت دول كتير، لو دي اصلا اكبر شغلانه في البلد، طب دي لو الشغلانه اللي بتضخ فيها اكبر فلوس، فهيبقى الوضع شكله عامل ازاي؟ والطلاق نتيجه وسبب، لانه الناس عاده بتطلق بسبب البيردنز اللي عندها من تربيتها ومن العلاقات السابقه ومن ان هم اصلا مش مدربين انف ان هم يبقوا جوه علاقه صحيه، فالناس بتطلق. ثم الطلاق لو ما فيش ولاد هينتج عنه امراض نفسيه او مشاكل نفسيه للطرفين اللي سابوا بعض، ولو في ولاد المشاكل النفسيه تبقى اكبر بكتير جدا صح؟ فاحنا بقى لو عندنا وعي يبقى احنا بالنسبه لنا هنتعامل مع الطلاق على انه مشكله ولا مش مشكله؟ طول ما في ناس بتتربح هتبقى شايفها مش مشكله صح؟ لان القياس بقى قياس مادي بحت. طب تأثير ده على المجتمع وعلى الأسرة وعلى صحة البني آدمين شكله عامل إزاي؟ هو ده السؤال المهم. طب ده يتحل إزاي؟ أو ليه حل أصلا؟ أو هل هو حاجة أصلا محتاجة تتحل؟ مظبوط. الحل تاني نبقى عندنا جدية، إن إحنا يعني كان في حد قريب قاعد معاه كان صديق شخصي للدكتور طارق شوقي، وأنا بحترم دكتور طارق كان أستاذي في الجامعة يعني، كان وزير تعليم. فقال لي كلمه تقيله شويه مش هقدر اقولها هنا، بس قال لي يعني خلاصه القول ان هو كان بيقترح على دكتور طارق ان مناهج التعليم في المدارس يبقى فيها شق عن السايكولوجي والناس تفهم نفسها. النهارده بقت دار الافتاء وغيرها من المؤسسات بيعملوا حاجات، والكنيسه وغيرهم بيعملوا حاجات للمقبلين على الجواز او على الزواج يعني، فتبتدي تتدرب ازاي تبقى زوج او ازاي تبقي زوجه. النهارده بقى في تريننج عن ازاي تتعاملوا مع اولادكم واطفالكم. فالحل تاني التعليم 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 ثم التوعية. هو ده الحل من وجهة نظري طول الوقت. اوكي. طب انت لما بتتكلم على صحة نفسية، انت قلت لي انت بتشوفها على 3 ليفلز او 3 درجات، ايه هم؟ الصحة النفسية بتأثر على البني آدم كشخص، ثم بتأثر على الاقتصاد، ثم بتأثر على الأمة أو الدولة أو المجتمع بشكل كامل. اوكي. بتأثر على الاقتصاد بقى من الناحية اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي بطريقة او بأخرى، حاجات زي الطلاق وحاجات زي كده صح؟ لا ده جزء بس، في أجزاء تانية. يعني النهارده آخر ريسيرش طالع الوطن العربي الحمد لله احنا بسبب منتال هيلث ايشو بنفقد حوالي 70 مليون يوم عمل في السنة. 70 مليون؟ 1 تريليون دولار بسبب الصحة النفسية؟ بسبب مشاكل الصحة النفسية. ده في مصر ولا؟ في الوطن العربي. في الوطن العربي. ده أوكي. بسبب إما الناس بتروح الشغل عندها مشاكل ف they are not productive enough، أو بسبب آخر إنه عدد أيام اللي هي بيسموها الأجازات المرضية بيزيد. فده بيأثر على الاقتصاد ده بقى بشكل يعني مباشر. يعني دي فلوس ودي أيام عمل
ودي انتاجيه. ده كارثه. طبعا اصلا احنا كلنا لما درسنا اقتصاد في الجامعه، اقتصاد مبني على 4 بيلرز منها الهيومن كابيتال. بس انا سؤال، طب ما لو الناس اللي بيليدونا يعني كوطن عربي كالعالم عامه، هم عارفين الارقام دي وشايفين الارقام دي، بس من الناحيه الثانيه مش بيحطوا الريسورسز زي ما انت قلت، بيحطوا 2% بس في حاجه زي كده. هم عارفين ان من الناحيه الثانيه بص بتاثر، انت زي ما قلت دلوقتي 70 مليون اكتر من 70 مليون يوم عمل. و1 تريليون دولار Yes. صح؟ هم شايفين اللوسز دي اللي هي اقل بكتير من ال 2% اللي هم حطوها لو كانوا زودوا. ليه الناس اللي هم في البوزيشنز اللي هم يقدروا يغيروا الموضوع ده مش بيعملوا كده؟ شوف، انا ربنا كرمني اتعاملت مع عدد يعني من الساده رؤساء الوزراء والساده الوزراء، فدايما كنت بسال سؤال غريب قوي. يعني بقعد مع حد كان رئيس وزراء او كان وزير، فبيتكلم عن احنا البلد محتاجه كذا وكذا وكذا، فكان دايما بيجي في دماغي سؤال، طب انت ما عملتش ليه؟ ما انت كنت رئيس وزراء، او انت ما عملتش ليه؟ ما انت كنت وزير. خلاص، فبتلاقي الموضوع مختلف. القياده السياسيه عندها مشهد مرتبك للغايه. كويس. اوكي. احنا عشان بتوع صحه نفسيه، او انا قاعد اتكلم معاك دلوقتي في صحه نفسيه، فبقول لك كده، انا بكره الصبح لو بقيت في منصب سياسي رفيع هل هفكر بنفس الطريقه؟ الاجابه لا. ليه بقى؟ لانه هو انا بدي الصحه فلوس قليله. خلاص، السيد الرئيس دايما بيقول كده. هل مثلا السيد الرئيس مش عايز يدي الصحه اكتر ويبني مستشفيات، او مش عايز تعليم يزدهر؟ اكيد عايز، بس هو في الاخر عنده very limited resources. انا بجد دايما بشفق على السيد رئيس الجمهوريه، السيد وزير الماليه. ناس بتصحى كل يوم الصبح مديونه، كل يوم الصبح الدين ده بيزيد. خلاص، فطيب في وسط الحروب اللي حوالينا، طب مش احنا محتاجين يبقى عندنا تسليح؟ طب هو احنا مش محتاجين ننفست في الانفراستراكشر بتاعتنا ونعمل طرق وكباري عشان الصناعه تتطور وتزدهر؟ صح؟ مش احنا محتاجين كهرباء؟ مش احنا محتاجين ميه؟ مش محتاجين نعمل حياه كريمه ونوصل صرف صحي للناس؟ مش محتاجين نشغل قناه السويس؟ مش محتاجين نطور السياحه؟ مش محتاجين نعلم الناس؟ ففي الاخر عشان احنا بنتكلم على موضوع واحد فالارقام بتخض جدا، صح؟ و1 تريليون وعدد ايام، وده كلام مهم، انا ما بقولش انه مش مهم، بس هو برضو اللي موجود طبعا اللي موجود في اي منصب النهارده كبير، طب ما هو عنده اولويات تانية كتير جدا محتاج يفكر فيها. فهو زي ما هو شايف ال1 تريليون، هو شايف ان بلد كامله ممكن تضيع، وشايف ان كان في تهديد من الارهاب، وشايف ان ممكن يخش في حرب، وشايف انه محتاج يدفع للشركات الاجنبيه فلوسها عشان يرجعوا ينقبوا تاني فيبقى عندنا غاز وبترول، وشايف انه محتاج يطور في الصحه ويطور في التعليم ويطور في الصناعه. دي رياليتي يا محمد، طب ما ده هتفضل دايما الرياليتي بتاعتنا. بس باي تايم بقى في حاجات بتختلف. احنا دوله كان اولوياتها at some point ان احنا نقضي على الارهاب، صح؟ والحمد لله نجحنا. الاولويات اتغيرت، ما عادش نفس الريتوريك. انت حاسس ان تستني لغايه لما ان شاء الله الاولويات تبقى لا، وفي حاجات في الصحه طبعا السيد الرئيس عمل انجاز. احنا بلد كانت اكبر بلد عندها فيروس سي في العالم، بقينا بلد ما عندهاش فيروس سي النهارده. فقوائم الانتظار، انا بكلمك على حاجات بقى ليها علاقه بالصحه، قوائم الانتظار النهارده almost very near to zero. 100 مليون صحه اللي اتعمل وخلى الناس تكتشف الكشف المبكر عن الامراض الوراثيه اللي بقى موجود. ففي تطوير، ما ينفعش نقول ان ما فيش، بس محتاجين مزيد من الجهد. والجهد ما هوش جهد القياده السياسيه فقط. ما احنا النهارده شباب رحنا عملنا بلاتفورم لوحدنا واشتغلنا. وانا مش لازم افضل قاعد حاطط ايدي على خدي ومستني اشوف البلد هتعمل ايه واحنا هنعمل ايه ومنظمات المجتمع المدني هتعمل ايه والجامعات هتعمل ايه والشباب هيعمل ايه. كلنا هنعمل ايه. هي مش مسؤوليه رئيس الجمهوريه ولا مسؤوليه رئيس الوزراء ولا مسؤوليه الوزير، مسؤوليتنا كلنا مع بعض ان احنا نتحرك عشان نحل المشاكل دي. اوكي. طب احنا اتكلمنا، انت قلت من ناحيه الصحه النفسيه 3 حاجات. اول حاجه هي الانديفيدوال، بعدين الاقتصاد، بعدين اخر حاجه اللي هي الدوله ككل. واعتقد انت كنت بتقول جمله وقفت معايا، بتقول ان الصحه النفسيه هي معنويه الناس، معنويه الشعب. ما معنى هذه الجمله؟ الصحه النفسيه من وجهه نظري امن قومي. ليه امن قومي؟ انا كنت موجود في تكني سامت بعد احداث 7 اكتوبر على طول. بعديها بسنه كنت موجود هناك يوم 6 اكتوبر. اوكي. عمري ما انسى اليوم ده. يعني انا بحب يوم 6 اكتوبر ده حب غير طبيعي، اهم يوم في حياتي. ليه؟ اليوم اللي انتصرنا فيه. وليه؟ عشان 6 اكتوبر فيه كل المعاني اللي في الحياه. عشان لما تيأس وتحس ان مستحيل تفتكر ان احنا من جيش منهزم مكسور معهوش سلاح لجيش بنى نفسه في اقل من 6 سنين وحارب وانتصر. علشان 6 اكتوبر علمنا انه مفيش مستحيل، عشان ما نصدقش الخرافات بتاعت انه احنا قدامنا حد جيش لا
يعني هذا مخط بارليف لا ينكسر. ف6 اكتوبر يوم المصريين اثبتوا فيه انه مفيش مستحيل. كويس. فده ليه؟ عشان 6 اكتوبر. فانا كنت هناك في اليوم ده، فكنت بتكلم عن الصحه النفسيه. فجيت في الاخر قلت لهم يا جماعه الصحه النفسيه دي هي المورال اوف بيبل، هي الروح المعنويه للناس. صديقي طاهر معتز بالله بيعمل فيديوهات مختلفه عن تغطيه يعني الاحداث السياسيه مختلفه، فعنده جمله مشهوره وبقت ناس كتير بتكتبها، ان العدو ليس بهذه القوه ونحن لسنا بهذا الضعف. اللي طاهر بيقوله هو المنتل هيلث، هو الصحه النفسيه. فانا قلت لهم يا جماعه احنا في بلد صغيره جنبنا كده بتحاول دايما توهمنا ان احنا عندنا فساد وان احنا ضعفة وان احنا ما نقدرش وان هم جامدين وعندهم احدث تكنولوجيا في العالم واقوى ناس في التاريخ. هو بيحاول يعمل ايه؟ هو بيحاول يهزم الشعب معنويا، يهزم المنتل هيلث اوف بيبل، يحسسهم ان هم ليس لهم قيمه. ومع كل حدث بيحصل، طول ما انت قادر تبرز النجاح اللي احنا حققناه في هذا الحدث، يطلع طرف اخر ويحاول يسفه من هذا النجاح. الاحداث اللي حوالينا على قد ما هي دمويه، ونتمنى الخير لكل الشعوب العربيه ولايران ولكل جيراننا اللي في المنطقه، ونتمنى ان السلام يعم، لان ده توجه الدوله في طول الوقت، الدوله المصريه. الا انه اثبت لنا حقيقه ان احنا كنا عايشين في اكذوبه رهيبه الناس بتستخدمها again to fight against our mental health. الجيش الذي لا يقهر، القبه الحديديه طلعت قبه ورقيه ولا حديديه ولا حاجه، والصاروخ بيجي من اخر الدنيا في ايران. طاهر كان عندي في البيت بالمناسبه واحنا بنتكلم، فانا بقول له هو ليه المصريين حاسين بانهزام رهيب كده؟ يعني الصاروخ اللي عدى من ايران ده ومشي كل المسافه دي ونزل، ده احنا بقى بالنسبه لنا يعني موضوع خطوتين يعني، صح؟ فلقيته قامت نط كده مكانه بقى، قال لي انا عشان كده بعمل حلقات، عشان احنا يبقى عندنا هذا الايمان في يوم من الايام ان احنا لما هنتحط في الموقف ده هنأدي كويس قوي. احنا شعب ما ينفعش يخاف. الشعب المصري بحضارته وتاريخه وامكانياته ما ينفعش يكون بيخاف، وما ينفعش يبقى ما عندوش ثقه في نفسه، وما ينفعش يبقى مهزوم، وما ينفعش يبقى شايف ان في حد اقوى منه. احنا نقدر نعمل اي حاجه لو عايزين، وده مش كلام انشا. عشان كده تاني انا بقول لك انا بحب 6 اكتوبر، لانه يوم 6 اكتوبر اكبر دليل على ده. احنا ما كانش عندنا اسلحه اكثر تطورا، بس كان عندنا ايه اكثر تطورا؟ يعني انت دايما بتسال حد تقول له 6 اكتوبر كان ايه المعجزه فيها؟ المقاتل المصري. صح؟ اوكي. دي المعجزه. المقاتل المصري اللي قدام خط بارليف جاب شويه خراطيم ميه وقعه. المقاتل المصري اللي قال الله اكبر وعدى وهو معاه سلاح اضعف السلاح الناحيه الثانيه. الطيارين بتوعنا اللي كان معاهم طياره اقل كفاءه وراحوا طلعوا في معركه المنصوره، هزموا العدو وخلوه ما يقربش مننا تاني. فالمقاتل المصري اللي هو مين؟ اللي هو البني ادم اللي انت اديته روح معنويه قويه، فبقى عنده ايمان في نفسه. ولو انت بصيت على الفريق الجمصي والفريق الشاذلي وكل القاده العسكريين الكبار، كان جزء كبير من همهم مش بس ان احنا نعيد تسليح الجيش المصري، بس ان احنا نعيد العمل على المقاتل المصري. فابتدى بعد 67 يدخلوا مش بس الدبلومات وثانويه عامه هم اللي يخشوا الجيش، بدا المؤهلات العليا تخش الجيش. ليه؟ لان انا محتاج بني ادم عنده وعي، عنده ثقافه، وعنده ايمان وعقيده وروح معنويه قويه، يبقى عارف ان هو يقدر يعمل ده. طب ايه اللي حصل يوم 6 اكتوبر؟ قدرنا وانتصرنا. طب فرق ال 50 سنه من دلوقتي لوقت 73 صح؟ اكتر. ايه اللي فرق ما بيننا دلوقتي في معنوياتنا احنا كشعب عن المعنويات؟ انت كان زمان ما شاء الله كان معنوياتهم قويه ان هو عارف يعملوا كل اللي حصل. بقى في انفتاح على عالم اكبر، سوشيال ميديا وكده اثرت علينا. طبعا. وبدا ان هو ده جزء كبير من اللي هو بيحاول يعمله معانا، ان هو يحسس دايما ان احنا ضعف. طب انت ازاي نتغلب ان احنا ما نقدرش، ان احنا نبقى عارفين اور سيلف وورث، ان احنا نبقى عارفين ان احنا شعب قوي، شعب عنده حضاره وشعب عنده تاريخ. انت شايف دي حاجه هتحصل؟ طبعا هي حاجه حاصله مش هتحصل، بس هتحصل بالدرجه اللي هو انت دلوقتي بتقول ان هم متغلبين علينا نفسيا برضه. بس لما اللعيبه صدقوا تعادلوا مع بلجيكا. اللعيبه لما هو مش نفس اللعيبه المصريين دول اللي لعبوا الشوط الاول قدام نيوزيلندا ولعبوا الشوط الثاني. يعني حتى احنا تعادلنا، انا ما اعرفش جبنا الجون الثاني ولا لا، بس احنا تعادلنا ديفينتلي من غير ولا تبديل. صح؟ كسبنا. صح؟ لا احنا كسبنا بعد كده. بس انا بقول لك، انا بكلمك كمان على نفس اللعيبه، نفس ال11 لعيب اللي في الملعب اللي كانوا مش عارفين يأدوا في الشوط الاول، هم نفسهم اللي راحوا الشوط الثاني معنويات. صح؟ واتعادلوا وبعد كده كسبوا. صح؟ حتى اللي هي لو تفكر فيها، انه حتى لما بيقول لك الفرق مثلا، اديك اكزامبل عبيط بس مثلا بين ارسنال ومانشستر سيتي مثلا، لو ليك في الدوري الانجليزي، اللي هو
او ريال مدريد مثلا برضو كتشامبيونز ليج، ان هم الناس عارفين، عندهم المعنويه، عندهم المنتل سترينث، ان هم لما يكونوا في بطوله معينه او لما يكونوا تحت ضغط بيعرفوا يمسكوا في الضغط ده، يعرفوا يتحملوا، فيرسز مثلا فريق تاني فرصته كبيره قوي بس هو ما بيعرفش يتحمل الضغط فبيتكسر. نفس الفكره بالظبط يس اعتقد دي يس. يعني ومع تكرار الاكزامبلز دي بيبنى ريزيلينس عند الشعب. يعني انت كنت متخيل ان الدسكشن ما بيننا تاني يوم الصبح هو احنا ازاي ما كسبناش بلجيكا؟ احنا كانت الدسكشن كلها ما هو تاني، هي دي الفكره، ان احنا المينتاليتي بتاعتنا واحنا رايحين كاس العالم، لا مجموعه واحنا نطلع اخر المجموعه ومش هنعرف ومش هنعمل وبتاع، وايه ده مدرب مصري ما بيعرفش حاجه، وفين ايام المدربين الاجانب بقى المدرب المصري ده، طب هم ليه ما غيروهوش وجبنا مدرب عالمي نروح بيه كاس العالم؟ فاحنا دايما ولا عندنا ثقه في نفسنا ولا في مدربنا. وعايز اقول لك من اول اكزامبلز البسيطه، انا ما بفهمش يعني ايه ماتش نجيب حكم اجنبي ليه يعني؟ مصر بلد فيها 100 مليون واحد ما فيهاش حكم مصري حكم ماتش؟ إيه العبث ده؟ فاهم قصدي؟ ليه نجيب؟ وانا عجبني برضو ده كان توجه الى حد ما من القيادة السياسية، ليه ما بقاش عندها مدرب مصري يعني؟ مش فاهم يعني ليه محتاجين مدرب اجنبي يجي يدربنا يعني؟ بلد فيها 100 مليون واحد ما فيهاش مدرب مصري. طب ايه اللي حصل كاكزامبل النهارده قدامنا؟ هو ده اللي حصل، ان احنا بمدرب مصري بنفس اللعيبه المصريين تعادلنا مع بلجيكا، كسبنا نيوزيلندا، ان شاء الله نكسب الماتش الجاي. عندنا طريق محترم هنمشي فيه ان شاء الله خلال هذه البطوله ونبني على ده في المستقبل. فالحل ان احنا نبعد عن البيرسونال براندنج بشكله خاطئ ونحط بجد الاكزامبلز الحقيقيه. الناس لما تطلع تشوف محمد صلاح، تشوف دكتور مجدي يعقوب، وتشوف عمر مرموش، وتشوف فلان في البيزنس وفلان في الاقتصاد وفلان في الاعلام وفلان في الكوره وفلان في بقيه الالعاب، وتشوف كل الاكزامبلز دي هيعرفوا ان احنا نعرف نقدر. فلو انت ابرزت دول، لان دول موجودين طول الوقت بالمناسبه، الناس هتصدق ان هي تعرف. اوكي. طيب محمد، ايه الحاجه دلوقتي اللي جواك اللي انت مش عارف تقولها للناس؟ حاجه اللي انت محتاج تقولها للناس او بتكون عايز تتكلم فيها بس you struggle it in silence او بتخليها مكتومه؟ لو انا مش عارف اقولها للناس اقولها دلوقتي ليه؟ لو عايز. شوف الحاجه مش عارف اقولها للناس، بس انا حاسس انه الناس مش عايزه تصدق نفسها، مش عايزه تصدق ان هي قويه، اوكي. مش عايزه تصدق ان هي تقدر. خلاص. مش عايزه تصدق انه احتياج المساعده ده مصدر من مصادر القوه. فانا حاسس انه اللي جوايا مش عايز اقوله للناس، ان انا حاسس ان الرساله دي اكبر مننا، we cannot do it alone يعني ولا انا كشخص ولا احنا كشيزلون كشركه في الاخر، ما ان حد ممكن يشوف ده ازاي انت المفروض تقول ان شركتك دي اجمد حاجه في العالم، بس هو الحقيقه انه الداوت اللي بيجي لي طول الوقت واللي بيخليني في بعض الاوقات افقد الحلم اللي عندي، انه دي حاجه احنا مش هنعرف نعملها لوحدنا. دي حاجه ناشونال وايد، دي حاجه هتحتاج مؤسسات كتير وهتحتاج ناس كتير، انما في الاخر انا بحاول كل يوم الصبح ان احنا نعمل اللي علينا. بس بخاف انه في الاخر كل اللي احنا بنعمله ده ربما لو ما تحطش معاه جهود اخرى ما نوصلش للنتيجه المطلوبه يعني. اوكي. طب ايه اصعب موقف مريت بيه؟ either كفاوندر او في حياتك، اصعب موقف انت فاكره؟ اصعب موقف مريت بيه انه شيزلون كان فيها سي او وكان لازم يمشي، وكان ارتكب اخطاء معينه. ف وانا بتكلم مع الانفسترز قالوا لي انه محمد الفاوندر يعني الشخص ده لو مشي الشركه دي عمرها ما هتريس، الشركه دي هتقفل، الريبيتيشن بتاعتها هتبقى وحشه وهكذا. فقعدت انا وكنا المانجمنت 4 يعني، قعدت انا والثلاثه الباقيين وكان قدامنا خيار من الاثنين، وكان بقى في الكلام اللي هو بتاع الخروج الامن وان هو يفضل موجود بس بصوره معينه، كل الكلام الحلو ده. فقعدت انا والناس نتكلم it was a very hard moment، لان انا كان بالنسبه لي القرار كان حاجه من الاثنين، لا الا احنا نمشي لا الا هو هيمشي خلاص. انما وقتها الحقيقه يعني ودي حاجه من عظمه القران يعني، انه في سيتويشنز معينه في ايات انت بتقعد تقراها كده وبعدين لما تجي لك في موقف معين تحس انه ايه ده، this is the real meaning اصلا بتاع الايه. فوقتها كان الايات بتاعت وليس الانسان الا ما سعى
وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. مم. ف ياما ستارت ابس جامده جدا 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 ومفيش تريز، وياما ستارت ابس ريزت ملايين الدولارات وفلست وقفلت في الاخر، وياما حاجات كتير قوي حصلت، بس احنا اللي علينا ان نسعى. مم. فاحنا وقتها شفنا انه احنا هناخد القرار الصح اللي بيتسق مع الفاليوز بتاعتنا. we will not look at the consequences of what's going to happen، مم. لانه لو احنا سعينا وراعينا ضميرنا وراعينا ربنا في اللي احنا بنعمله، النتيجه دي بتاعت ربنا في الاخر مش بتاعتنا احنا. وخلي بالك حتى القران لما قال وليس الانسان الا ما سعى ثم وانا سعيه سوف يرى، وبعدين ربنا قال ثم يجزاه الجزاء الاوفى على السعي مش على النتيجه. مم. يعني ما قالش وان سعيه سوف يرى ثم يصل الى النتائج ثم نجزيه الجزاء الاوفى. هو الجزاء جه من هنا. ثم برضو من العظمه هتلاقي الايات اللي بعديها وانه هو اضحك وابكى وانه هو مات وحيا، which means what؟ يعني ليه ده جه بعد ده؟ لان هو بيقول لك في الاخر اللي بيضحك وبيخليك تبكي هو ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ يعني كل الحاجه وضدها ربنا هو اللي بيعملها. مم. فتكتشف في الاخر ان انت ولا حاجه. مم. احنا ليترالي ولا حاجه. احنا كل علينا ان احنا نسعى وفقط. مم. وده بيحل كتير من مشاكل mental health بالمناسبه، لان احنا كلنا معتقدين ايه؟ ان نجاحنا على قد المجهود اللي احنا بنحطه. لا يا حبيبي، مجهود زائد حاجه بيساوي النجاح. مم. اللي في النص ده بقى على حسب اعتقادك، عايز تسميه حظ، عايز تسميه توفيق، عايز تسميه كرم ربنا، عايز تسميه رزق، تسميه حاجه. بس اي بني ادم بيعتقد ان الانبوت بيساوي الاوتبوت، ان المجهود بتاعه هو اللي وصله للنتيجه، ده بني ادم مغفل. مم. طب ايه اللي بيحصل؟ احنا مش عارفين نوصل للنتيجه، صح؟ فقاعدين نضغط بنزين في الانبوت، فنيجي على نفسنا ونشتغل عدد ساعات اكتر ونضغط على بعض يا حبيبي والله الانبوت عمره ما هيساوي الاوتبوت. في حاجه في النص لو مش موجوده مش هيحصل. لو اتشقلبت مم. يعني انت شخصيا هتلاقي نفسك صورت حلقات، انت خارج من الحلقه معتقد دي اكتر حلقه هتسمع، مم. صرصور الحقل. بالعكس برضه نفس الحاجه. الحلقه دي فيري بورينج، ما حدش هيسمعها. اكتر حلقه تسمع ليه؟ عمرها ما كانت بشطارتنا، عمرها والله. ولو احنا اكتشفنا كده مش هنقعد برضو تاني نجري على لينكد ان ونحط ده باشا ستر ربنا وكرم ربنا وفضل ربنا، فول ستوب. طب بس احنا شعب بيقول يعني لو واحد بيغرق هتلاقيه بيقول الحمد لله برضه. مظبوط دي حاجه كويسه طبعا. بس برضه بتاثر نيجاتيف لينا. بس طب ما هو الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. بالظبط، وهو دي الحقيقه. بس بتاثر هنا اكيد بقى تاني الحمد لله دي على لسانك ولا جوه قلبك؟ لو جوه قلبك مش هيأثر هنا. المفروض تبقى جوه قلبك. بس لو على لسانك بس حتى اللسان في حد ذاته بيعودك بعد كده. بس الحمد لله. فكره الرضا يعني لما واحد يكون راضي ومسلم، الرضا والتسليم. يعني انا كلموني مره الصبح واحد من الانفسترز وقال محمد الجنيه اتعوم النهارده اتضرب في 2. كنت لسه صاحي من النوم. انا عاده بصحى بدري قوي ومش عارف اليوم ده ليه. انا عاده بصحى الساعه 5:30 بس، فمش عارف ليه اليوم ده ايه اللي حصل. وهنعمل ايه وارجنس مش عارف كرايسيس ميتنج فدخلت الميتنج ده واصل انا كلمت كل الستارت ابس الثانيه وفي ناس هترفض ناس وبتاع، انتوا خطتكم ايه؟ قلت له هنشتغل. قال لي يعني ايه؟ قلت له هنشتغل. قلت له انا مش محافظ البنك المركزي، هو انا اللي عملت الديفالويشن، فانا مش عارف اغير حاجه. يعني this is externally out of our capabilities. هو انا اللي عومت الجنيه؟ انا مالي. طب الجنيه اتعوم هنعمل ايه؟ هنشتغل. ولذلك سيدنا النبي عنده حديث انا بحبه قوي خلاص. واصلا هذا الحديث بجد اللي خلاني اجي اعمل البودكاست ده ومخليني حابب كلمه becoming دي بشكل غير طبيعي خلاص. سيدنا النبي قال ايه؟ قال اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. كويس. في هنا معنيين في منتهى الاهميه. المعنى الاولاني اذا قامت الساعه ده اعظم حدث هيحصل في تاريخ البشريه. فطبعا كله بقى هيدور انا يا ترى هخش الجنه صح ولا النار، انا هتعذب ولا الدنيا تمام، وكل اللي احنا بنسمعه عن يوم القيامه هيبقى صعب ازاي وهكذا. طب مع كل ده لو في ايدك حاجه تعرف تزرعها، ده معناه ايه؟ ان في كل المصايب اللي انت فيها، في كل المشاكل اللي انت فيها، لو في ايدك انك تغير حاجه واحده للاحسن اعمل كده. مالكش دعوه باللي بيحصل حواليك، اعمل اللي عليك. فاهم قصدي؟ طب ايه الحاجه التانية؟ هو انا لو حطيت الفسيله دي
ويوم القيامه قايم، هل هشوف نتيجتها؟ فالاثر مش لازم نشوفه بعينينا، لان اللي علينا ان احنا نعمله. عشان كده كلمه becoming انا بحبها ليه؟ لانها by from اصلا a language perspective. انت بتسال سؤال دايما للناس، انا بستغرب السؤال لان انا اصلا شايف السؤال غلط. انت بتقول له انت حاسس ان انت يعني becoming ولا لا؟ انا شايف ان this is a wrong question. لانه becoming by the language definition is having the ing. This is happening every day. You're always becoming. Yes. فلما حد يقولك انت بقيت becoming, I can never Until you be. become يعني اعتقد حاجه غريبه تكون لو حد قال لك ان انا وصلت، I've become. I think this ده اللي هيبقى حاجه غريبه. و I think الحاجه اللي I like so far ان مفيش حد من اللي جبتهم قال كده. كل الناس مقتنعه ان هو فعلا في الطريق، ان هو دايما بس هو الفكر becoming. اللي انا عايز هنا اتكلم فيه انه، وانا شفت اجابات ناس كتير، انا بتابع يعني البودكاست بتاعك، انه برضو انا حاسس ناس عندها منتاليتي ان هو I didn't become it عشان ما وصلتش لاحلامي. لا، هو انا شايف ان احنا هنفضل becoming لغايه لما نموت. لان becoming بالنسبه لي هي السعي. انا مطلوب مني كل يوم الصبح ان انا اسعى. وصلت لاول حلم هسعى للي بعده لو واسعى عندي للي 90 بعده. 95 سنه اسعى. انا شايف ان احنا we're going to be becoming لغايه اللحظه اللي ربنا هيكتب لنا فيها ان احنا نروح للحياه الاوسع ونموت. اوكي. طب ايه اكبر مخاوفك؟ كل اللي انت تعرفه دلوقتي، ايه اكتر حاجه بتخوفك؟ اكتر حاجه بتخوفني ان احنا يفضل الاحداث الكبيره دي بتحصل طول الوقت، فنفضل دايما مشغولين بعيد عن مشاكل حقيقيه جوه المجتمع محتاجه مننا اهتمام، ومحتاجه مننا ان احنا يعني نعيرها الاهتمام المطلوب عشان نتغلب عليها، زي مشاكل الصحه النفسيه، زي مشاكل الطلاق، زي مشاكل كتير احنا اتكلمنا عليها النهارده. اوكي. طب وايه اكبر حلم عندك؟ ان انا اعمل حاجه كبيره قوي البلد دي. من خلال شيزلونج ولا عامه؟ لا، عامه. ده اكبر حلم عندي. نفسي ان اعمل حاجه بجد الناس تقف تسقف لمصر. لمصر مش ليك انت بقى. بالظبط. انت you don't consider نفسك في الايكويشن دي اكتر. انت عايز حاجه تبصر في البلد، تعمل حاجه كويسه لمصر، بس مش مهتم بفكره ان اسم محمد علاء يكون اتاتش ليه خالص. وانا خلي بالك، انا عندي حته انا لحد دلوقتي مش فاهمها، ما عنديش تفسير يعني. بس انا بشوف على مصر بدمع يعني بسمع اي حاجه. انا يوم ماتش مصر يعني قعدت اعيط كتير قوي لما كسبنا. انا حاسس بالاتاتشمنت ده. زي بقول لك، انا يوم 6 اكتوبر بالنسبه لي اعظم يوم في حياتي، باي فار اعظم من عيد ميلادي، اعظم من اي حاجه في التاريخ. فانا نفسي يعني زي ما الست ام كلثوم قالت وقف الخلق ينظرون جميعا كيف ابني قواعد المجد وحدي، ان احنا في يوم من الايام الناس تقف تسقف لمصر ان شاء الله. محمد شكرا. انا بشكرك جدا. This has been a pleasure. It's my pleasure.